معنى كده ان الكروسفيت رياضه بتستخدم التدريبات الوظيفيه. طب الفانكشنال تريننج ده موفمنت انت بتعملها لثلاث اهداف. اول هدف ان انت تمارس حياتك اليوميه بشكل طبيعي، لما تطلع ببساطه خالص، لما تطلع السلم ما تنهكش. لو انت مثلا مهندس وشغال في الموقع وطالع نازل وما تتعبش. لو انت شغلتك از كوتش بقى زينا كده، وبنقف في فلور ونقعد نسند ده ونشيل ده ونجري مع ده ونقعد لده. ازاي ما فانت جالكش ديسك؟ ب... بالظبط، فانت ايوه. محتاج ان انت تبقى على الاقل يعني صحتك ماشيه كويس، ان انت تأدي حياتك اليوميه بشكل كويس. كابتن يحيى يلا. يعني حد من الناس بجد اللي ما شاء الله عليه، يعني علامات في المجال. وناس كتير اصلا لما قلت هصور مع مين لقيت ناس كتير كابتن يحيى كابتن يحيى. مش عارف انت كنت مسرب لهم المعلومه ولا هم جابوا المعلومه منين، لا بس يعني ما شاء الله يعني. حب الناس. مش عارف والله، ربنا حب يبارك لك الناس. حبيبي. ربنا يخليك يا رب. طيب انا مبسوط والله ان انا معاك، ادينا. ومبسوط بالفكره. الفكره دي جميله جدا جدا، ربنا وحلوه، يبارك لك هتسهل حبيبي. على الناس. انا شخصيا بقيت مش بكسل اقرا، بس مفيش وقت اقرا، فاهمني؟ ايوه ده حقيقي فبدات زي فعلا. ما انت قلت كده، ان انا الجا ان انا اسمع حاجه من مصدر اكيوريت، وان انا اسمع اجمع من هنا ومجمع من هنا، وخصوصا ان انا على طول مسافر وعلى الطريق. ف ايوه طبعا. وعيني بتوجعني من كتر القرايه، ومفيش وقت، وعايز اريح دماغي شويه، فبشغل ودني. اه طبعا. فالفكره حلوه جدا، وخصوصا ان هي جايه منك انت شخصيا. ما ربنا شاء الله يبارك لك حبيبي. الكوميونتي اللي حواليك كبير وبيسمعوا لك، وفي ناس كتير يعني الله بتتراست ان يعز. يو. فحلو ان انت والله من بدات ربنا. الخطوه دي، ربنا يبارك لك فيها وتبقى اكبر يا رب واكبر يعني ان حبيبي. شاء الله. الله وانا انا يكرمك يا نفسي رب. شخصيا، انا نفسي بتعلم منك، ومبسوط ان انا معاك، والله على وان راسي. شاء الله نعمل حلقه حلوه. ربنا ان يخليك. شاء الله حبيبي ان شاء الله. طيب كابتن يا يحيى رب. كده ادينا بريف كده عن نفسك. انا يحيى الخميسي من بورسعيد، وده شرف لي ان انا من بورسعيد يعني. انا بلد خريج الرجاله يا تربيه باشا. رياضيه، بلعب كاراتيه ربنا يخليك. بلعب كاراتيه من وانا عندي 5 سنين. بطلت كاراتيه وانا عندي يعني بعد الكليه ب3 4 سنين كده. الحمد لله بطل جمهوريه، وبطل كاس مصر، وبطل مصر. اتضميت للمنتخب، بس يعني للاسف ما حالفنيش الحظ ان انا امثل مصر في بطولات دوليه واسافر وكده، لسبب يعلمه ربنا يعني. بس الحمد لله ان انا حاولت اخد خبرات وانا كلاعب، ودي اللي فادتني بصراحه، عملت لي فيدباك كويس جدا، ان انا ابقى سبيسيفيك في حاجه انا فاهمها يعني. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله اتخرجت من الكليه اول دفعه 4 سنين. ما شاء الله بعد كده اللهم عملت بارك. ماجستير، في فسيولوجيا الرياضه، في اللاكتيك كاباسيتي. بعد كده عملت الدكتوراه في الفانكشنال تريننج، وكانت تشالنج كبير قوي بالنسبه لي ان انا اعمل حاجه في الفانكشنال تريننج، وتبقى ريفرنس يعني، يبقى الفانكشنال محطوط على ورق الناس ترجع له، بسبب ان بقى في اقاويل كتير وكلام كتير في الفانكشنال مش على اساس علمي. فحتى وانا بسجل اصلا، من الحاجات الظريفه ان هم قالوا لي عدل العنوان وخليه في الكروسفيت بدل الفانكشنال تريننج. وكانت تشالنج كبير ان انا اقول لهم لا يا تقنعهم جماعه ده طبعا. فانكشنال. ايوه ان ده طبعا. فانكشنال مش كروسفيت، يعني كروسفيت از ايوه. سبورت، وهم مش مقتنعين بكده. فبس، واللي ساعدنا على كده اساتذتي يعني، الحمد لله ان هم يعني عندهم نوليدج انف ان هم يسبورت ليا ان لا ده فانكشنال مش كروسفيت. والحمد لله خلصت الدكتوراه، واخدت كذا كورس بقى اي اس اس اي. ومش هقول لك خدت كورسات كتير بصراحه، انا بقرا كتير جدا الحمد لله. والكورسز بالنسبه لي يعني مش عايز اخدها ان هي لايسنس، او ان انا مجرد معايا كورس ورقه. وخلاص، لا. اه انا بحب ان انا اقرا، وبحب يبقى عندي المعلومه اكتر يعني افضل. طبعا. والحمد لله يعني ربنا كرمني، اشتغلت مع كذا حد من الناس اللي مثلوا مصر دوليا. وفي برضه اشتغلت يعني، كان ليا شرف ان انا اشتغل مع بطل الاولمبي كيشو. اشتغلت معاه تقريبا ما شاء شهر الله. ونص او شهرين بالكتير قوي. مش مده كافيه، بس الحمد لله كان ليا شرف ان انا اتعلم من الخبره دي، ان انت تشتغل مع حد اولمبيان، وان انت تساعده ان هو يوصل للجول بتاعه. ربنا يوفقه يا رب الفتره الجايه ان شاء الله. وبعد كده اللهم امين. اشتغلت بقى، دخلت يعني بقيت سبيسيفيك قوي في الفتنس فيلد. واشتغلت مع لعيبه دوليين، وانضميت الحمد لله للاخر، انضميت لمنتخب مصر السنه اللي فاتت القومي ما للكاراتيه. شاء الله. وده كان شرف كبير ليا، اتعلمت فيه اكتر ما يعني ما قصرت الحمد لله يعني. عملنا نتائج كويسه. وبس اشتغلت في كذا جيم، اشتغلت في جولدز، اشتغلت يعني لغايه الحمد لله انا تكنيكال دايركتور جيم، مجموعه جيمات ترين، دي مجموعه من مجموعات بي فت مع كوتش علي مظهر. اللهم بارك. وبس.
بس ما شاء الله. لا يعني حاجة متقرفة والله. يعني الواحد يبقى مبسوط ان هو يلاقي حد بيمثل مصر او ماسك الناس فعلا بتاعتنا المهمين، الرياضيين المهمين، حد بيفهم. يعني من غير ما نجمل الواقع، في ناس كتير في اماكن للاسف هم مش قد المسؤوليه، فيعني لاسباب كتير يعني. بس خلينا نستخدم كلمه ان هو مش قد المسؤوليه يعني. فيعني الواحد بيتبسط والله ان هو يلاقي حد يعني زي كده ما شاء الله ليه تاثير يعني على الناس دي. ربنا يبارك لك. انا عايز هو اسالك هو كانت اصلا. تشالنج بالنسبه لي، الحمد لله اتفضل. تشالنج. آه. لا يا باشا هو معاك. كانت تشالنج بالنسبه لي ان هو يعني اول ما دخلت كليه التربيه ده ما كنتش حابب ادخلها اصلا. بس انا طول اصلا. عمري بحب الرياضه، يعني اه. مامتي ربنا يبارك لي فيها يا رب، هي اللي دخلتني كليه التربيه الرياضيه عافيه. قالت لي انت هتخش تربيه رياضيه، ما انا مش عايزها اصلا. اه. كنت فاكر ان التربيه الرياضيه يعني مدرس العاب بقى، وهتطلع فاضي بلا هدف بقى واقعد على القهوه وكده. لما دخلت الكليه الحمد لله طلعت اول دفعه في سنه اولى. وكان الحلو فيها ان انا كنت اللي باخده بطبقه، امم. او اللي باخده بروح اسال فيه الكوتش بتاعي هي دي يعني ايه، طب دي بنعملها فين. او ناخد مثلا معلومه فتنور في دماغي، دي اللي انا بعملها في التمرين في الحته الفلانيه. ودي اللي كانت مميزاني. وبصراحه كنت عايز احل المعادله الصعبه ان هو بيقول لك ان التربيه الرياضيه مقبره الرياضيين. في بعض الحالات عشان ما نكدبش على الواقع. وفي حالات تانية هي الفكره من شخصك انت، لو انت عايز تدفن نفسك هتدفن نفسك، لو عايز تستل ان انت بطل وتحقق مراكز وتبقى شاطر وتبقى مدرب منتخب وتبقى مدرب في نادي قوي تقدر هتعمل ده. تعمل ده. وخصوصا مم. ان بالظبط، وخصوصا ان 80% من مدربين المنتخبات هتلاقيهم خريجين تربيه رياضيه، وهتلاقيهم ستاف جامعه، وهتلاقيهم على الاقل خريج تربيه رياضيه وكان بيلعب. فالمعادله مش صعبه، واحنا اللي بنصعبها على نفسنا. فالحمد لله يعني ان انا قدرت على قد ما اقدر ان انا احل المعادله الصعبه دي، واوازن بين ان انا ابقى لاعب كويس وفي كليه تربيه رياضيه، وفي نفس الوقت ابقى مؤثر في الكليه الحمد لله. ما شاء الله. بص ربنا التربيه يخليك. الرياضيه يعني انا خريج تربيه رياضيه برضو، بس انا اه يعني قصتي غيرك شويه. انا كنت حابب تربيه رياضيه جدا. يعني اول ما دخلت انا كنت داخل، انا ما عنديش حد في العيله في الرياضه خالص عامه. فانا لما دخلت تربيه رياضيه، لا انا عارف انا عايز ايه واخش تربيه رياضيه وبتاع. طبعا اكتشفت الواقع ان هو مختلف شويه عن عن الخيال يعني. دي بس حقيقه طبعا، يعني دي حقيقه. اتعلمنا يعني. اتعلمنا وفيها حاجات فعلا فيها خبرات كتير. يمكن نوليدج او كعلم مش اقوى حاجه ومش اكتر حاجه ابديتد، ولكن كفايه الاحتكاك. يعني برضو انت لو عايز تخش مجال الرياضه فادرس رياضه. يعني مش هتروح تدرس فاهم مش صح هندرس كليه صح. تانية ملهاش علاقه وبعد كده تخش هنا. يعني فهي اكيد بتفرق يعني. دي حقيقه. مش احسن من التجربه، بس يعني دي حقيقه. تجربه جميله. يعني انا عايز اسالك اصلا انت ازاي عرفت تعمل الدكتوراه بتاعتك؟ انا عارف انك عامل دكتوراه ما شاء الله. لان سنك صغير. انت سنك كام؟ انا 31. ما شاء الله. يعني لا يعني الدكتوراه في سن صغير يعني اللهم بارك. طيب عملتها ازاي بقى؟ يعني ادينا فكرة اكتر كده عن عن البحث. بص اقول لك، هو انا يعني بدات العب فانكشنال والعب كروسفيت والكلام ده من 2014. يعني دخلت في بورسعيد وبدانا نعرف عنها، وناس بتلعب وناس بتشيل بار وجيمناستيك بقى والحركات دي. فانا عندي فضول ان انا العب، خصوصا ان انا كنت ببطل كاراتيه، فمش عارف اقعد، فعايز اعمل اي حاجه، عايز اعمل اي نشاط، وانا بحب اتشالنج، بحب اتحدى نفسي كتير. فعجبني موضوع الفانكشنال فبدات اقرا عنه، فاتلقيت ان هو ماشي مع الاثليتس اكتر. وخصوصا يعني حتى وانا لاعب كانوا دايما يقولوا يعني من الحاجات اللي بيقولوها عليا، يحيى كويس قوي في الفتنس بس مش كويس تاكتيكال، يعني خططي وما اه. ما بيعرفش ومهاري يكسب. وكده. لكن هو لعيب اه. فرهود، يعني لعيب اللي هيلعب معاه هيفرهد. ايوه. يحيى هيتعبه، يحيى قوي وسريع اه. وبيتحمل ما شاء وممكن الله. يلعب 10 ماتشات ولا 7 ماتشات، بس فكره في الملعب مش احسن حاجه يعني. ف... ايوه. فده اللي خلاني اتخصص في الفتنس اكتر بدل ما ابقى مدرب كاراتيه. لا انا عايز اتخصص في الفتنس واشتغل فيه اكتر، ودي حتتي يعني انا همشي فيها. حتى دايما مامتي تقول لي مرن كاراتيه، اقول لها لا، يعني الناس كلها تقول لي مرن كاراتيه، اقول لهم لا انا مش عايز ابقى مش مدرب حتتك. اه. كاراتيه. انا مركز في الحته دي، انا شاطر في الحته دي ايوه طبعا. وهركز فيها وربنا هيكرمني ان شاء الله. فقلت ليه ما يبقاش فيه فانكشنال في الكاراتيه. والكاراتيه اصلا لعبه مميزه، يعني فيها تشتغل على كل اسطح ومحاور الحركه، فيها حركات، فيها دورانات، فيها رميات، فيها لكمات وركلات، وفيها شغل تعرف تطبق فيها الفانكشنال كله. عكس العيب مثلا اللي بيجري او لعيب السباحه
بيبقى محدد باتجاه ومجموعة عضلات. الشغل فيها مش احسن يعني، مش ممتع قوي زي الكاراتيه. الكاراتيه بتعمل فيه كل حاجة. طبعا. فمن هنا جت فكرة ان انا اطبق الفانكشنال ده في الكاراتيه، ويبقى الموضوع ممتع. ف... فعملت اطار زي ما بيعملوا عشان يسجلوا، وقدمت الاطار وقلت لهم تأثير تدريبات الوظيفية على القدرات البدنية الخاصة بلاعبي الكوميتيه، اللي هي مسابقة الكوميتيه اللي هي النزال الفعلي في الكاراتيه. ونقيس يعني، نشوف تأثير ده كله بقى على فعالية الأداء المهاري. نشوف اللعيب بقى هجماته زادت ولا لأ، فرصه في التسجيل بقت أحسن ولا لأ، في الدفاعات. كان موضوع كبير ومشروع كبير، كان داخل فيه الفانكشنال بقى بكل حذافيره بقى، من أول الاسترنس لغاية الانديورنس والكور ستابيليتي. وعلى القدرات البدنية الخاصة بالكاراتيه، هي محددة. اشتغلنا على القوة الانفجارية وسرعة الأداء وتحمل القوة وتحمل السرعة. فهو فانكشنال، وحلاوته بقى ان هو سبيسيفيك في الكاراتيه. فكان الموضوع جميل يعني. لما جينا نسجل قالوا لي طب ما هو اكيد ده طبعا. الكروسفيت، ما تكتب تأثير تدريبات الكروسفيت. ف ايوه. وانا داخل اصلا بعرض البرزنتيشن، كان من ضمن البرزنتيشن الديفرنس بين فانكشنال تريننج اند كروسفيت، ان كروسفيت از ايوه. سبورت، وان دي اصلا ليها بوتنشال معينه، وليها قدرات ليها. اتجاه تدريبي بالظبط، معين. ليها شغل، اه. وليها الاثليتس بتوعها، عكس بتاع الكاراتيه. امم. حتى في طالب لسه كان بيكلمني من اسبوعين بالظبط، عايز هو سجل، مش عايز يسجل، هو سجل مشروع خلاص تأثير تدريبات الكروسفيت على سباحة ال 50 متر وال 100 متر. فانا قلت له طب انت محتاج ايه؟ قال لي انا محتاج البروجرام. قلت له طب انت هتعمل بروجرام ايه؟ ما هو انت ينفع اقول لك تأثير السباحة على الكاراتيه؟ قال لي لا. قلت له طب ينفع تأثير الكاراتيه على كرة القدم؟ قال لي ايوه. لا. قلت له طب اشمعنى الكروسفيت؟ فلسه النولج دي مش واضحة قوي. وفي اشكرك ناس كتير اشكرك هتزعل مني والله انك دلوقتي على بتوضح الكلمتين النقطه دي. دول. لا ليه، هو بص، هو ربنا الحق، الناس يخليك. تقول الحق ما بيزعلش، لا هو الحق بيزعل يعني، الحق اه للاسف بيزعل. بس احنا لازم نقول حق. هي بالظبط. انا عايزك تدينا يعني باختصار كده ايه الفرق بين الكروسفيت والفانكشنال تريننج، لان احنا في ناس كتير بالنسبه لها الاثنين دول داخلين في بعض. يعني هو يا حبيبي احنا بنتمرن اه فانكشنال تريننج، طب انت الفانكشنال تريننج ده بيتمرنه ست بيت، وبيتمرنه راجل كبير، وبيتمرنه رياضي زي اللي انت بتمرنه لعيب كاراتيه. ده بيتمرن حاجه غير ده، بالظبط. والاثنين يكونوا بيعملوا فانكشنال تريننج. فادينا كده بريف كده، يعني ايه بالنسبه لك، ايه الفرق مم. بينهم؟ بص انا مره في ورك شوب بسالهم، انا بحب دايما وانا بتعرف على الناس اقول له اسمك ايه وبتلعب ايه، او اسمك ايه وتحب تاكل ايه، او اسمك ايه واكتر اكله ما ايوه. بتحبهاش، حاجه كده. فمره سالت، كانوا كلهم تربيه رياضيه، فقلت لهم يا جماعه امم. انتوا كل واحد يقول لي اسمه وبيلعب ايه. فمنهم ثلاثة أربعة قالوا لي بنلعب كروسفيت. ف... فقلت لهم تمام، طب انت بتلعب كروسفيت بقالك قد ايه؟ انا بقول لك انا لما جيت ابطل كاراتيه رحت لعبت كروسفيت، يعني طلعت من رياضه لرياضه. فقلت له طب انت امم. قبل الكروسفيت كنت بتلعب ايه؟ قال لي في بقى اللي يقول لك كنت بلعب تأديف، اللي بيلعب ويت ليفتنج، اللي بيلعب سباحه. يعني في فيدباك اللي بيروح الجيم بالظبط عادي، قبل اه. الكروسفيت. اه. فهو كروسفيت از سبورت، حتى في الكتاب بتاع كروسفيت ليفل 1 كروسفيت از سبورت مكتوبه كده، كروسفيت از سبورت ويز فانكشنال موفمنت. رياضه بحد ذاتها، بالظبط، اه. كروسفيت از سبورت ويز فانكشنال موفمنت، يعني هي فيها اصلا تدريبات وظيفيه. معنى كده ان الكروسفيت رياضه بتستخدم التدريبات الوظيفيه. طب الفانكشنال تريننج ده موفمنت انت بتعملها لثلاث اهداف. اول هدف ان انت تمارس حياتك اليوميه بشكل طبيعي، لما تطلع ببساطه خالص، لما تطلع السلم ما تنهكش. لو انت مثلا مهندس وشغال في الموقع وطالع نازل وما تتعبش. لو انت شغلتك از كوتش بقى زينا كده، وبنقف في فلور ونقعد نسند ده ونشيل ده ونجري مع ده ونقعد لده. ازاي ما جالكش ديسك؟ ب... بالظبط. فانت ايوه. محتاج ان انت تبقى على الاقل يعني صحتك ماشيه كويس، ان انت تأدي حياتك اليوميه بشكل كويس. وشفناها في فيديوهات كتير بقى، اللي بيشيل شنطه من على الارض، واللي بيحط السبت فوق الدولاب والحاجات دي، كل ده فانكشنال. هو ده الفانكشنال تريننج. تشيل شنطه من على الارض يعني ديد ليفت، تحط حاجه على الدولاب يعني بريس. فانت بتأدي الحركات الوظيفيه. وظيفيه يعني اخده نفس شكل الحركه اللي انت بتأديها في حياتك اليوميه. ده الجنب التاني، لو انت اثليت بقى، لو انت رياضي بتلعب رياضه معينه وعايز تتمرن فتنس خاص باللياقه دي، او تحسن الفتنس ليفل بتاعك اللي يخدم الرياضه بتاعتك. فانت بتأدي تمرينات مش بتاخد نفس شكل الحركه، عشان دي حاجه تانية. انت بتشتغل على اه. نفس اسطح ومحاور الحركه اللي انت بتعملهم في الرياضه.
حاجه يعني تخدم على رياضتك في النهايه يعني، بالظبط. يعني انت لو انت مش شرط تبقى عداء، رياضتك يعني. ايوه بالظبط يعني لو مش تلعب انت، كاراتيه في الجيم يعني. ايوه مش هلعب كاراتيه في الجيم، والا مدرب الكاراتيه يقعد في البيت بقى ملوش لازمه. او انا اقعد في البيت، حد فينا يقعد في البيت يعني. او انا اقعد في البيت. بالظبط. فهو العداء مش هيجري بمقاومات، لا انا بشتغل على العضلات اللي تخدم على جريته. لو لعيب تنس مثلا وبيجري جانبي وبيتحرك بالجنب والقدام وفي دورانات في جذعه، فانت بتشتغل على العضلات اللي بتخدم على الحاجات دي، ما بتشتغلش التمرينات نفسها. ما انت مش بيرفورمانس ترينر. عشان في ناس يقول لك انا كونديشننج وبرفورمانس وكل حاجه. لا انت مش مدرب اداء. انت مش بتنمي المهاره، انت بتنمي العضلات والحاجات اللي تخليك تخدم المهاره دي. فهو ده الفانكشن، انت بتشتغل على انت الاصل. بالنسبه لك تعريف البرفورمانس هو الاداء، في اللي في هو ناس في ناس الرياضه نفسها؟ الرياضه نفسها، اه انا قصدي هنا الرياضه نفسها، ان اه انت مش بتظبط التكنيك بتاعه. بتظبط التكنيك بتاعه دي فاهم مدربه قصدك، ده المدرب. اختلاف معاريف. اه بالظبط. اه انا قصدي ان اختلاف تعريفات. المدرب بتاع الرياضه نفسها هو اللي مسؤول ان هو مم. يظبط لك تكنيك. لكن في ديفوهات في التكنيك اساسها اصلا ان عنده ويكنس بوينت في مجموعه عضلات معينه او في الكور. فانت دي شغلتك بقى، ان انت از سترينث كونديشن كوتش، انت اللي مسؤول عن ان انت تهندل الحته دي، تشتغل على مجموعه فاهم العضلات قصدك. ومجموعه الكور واسطح محاور الحركه اللي انت محتاج لما يأدي المهاره دي يأديها كويس. يعني حتى زي السكواش مثلا، لما لعيب السكواش بيطلع يضرب الكوره، في لعيب بيطلع يضرب الكوره ويرجع تاني سريع، في لعيب يضرب الكوره وجذعه يسبقه فياخد وقت على ما يرجع فتكون النقطه راحت منه. حته التكنيك دي مش بتاعتك، لكن حته ان جذعه سبقه ورجع تاني وبعد كده راح للكوره بطيء، انت قادر ان انت تتحكم فيها بقى، تشتغل على الكور وتشتغل على العضلات. ده الفانكشنال تريننج، ان انت مفهومه جدا، مفهومه بتشتغل جدا. ان انت تحسن من وظيفه اللاعب عشان يأدي الرياضه بتاعته بشكل كويس. بس هي بالظبط. لكن وصلت تمام. الكروسفيت اه يعني انا مشكلتي مع الكروسفيت بصراحه ان الكروسفيت مهما كان هو بورد. انا لعبت مم. كروسفيت واشتريت اونلاين بروجرامز كتير واتمرنت مع كوتشز كتير. هي رياضه حلوه وتلعبها وتمارسها وتروح تتمرن مع مدرب كروسفيت عشان تنافس ككروسفيت اثليت. فحتى دايما اقول لهم انت لما بتروح الكروسفيت بوكس او الجيم بتاع الكروسفيت، اول حاجه بتعملها ايه لما تخش الجيم؟ تخش تبص على البورد. مكتوب ايه على البورد؟ يقول لك وود ورك اوت اوف ذا داي. ايوه عندك النهارده 90 سناتش و50 باور كلين و10 دبل اه. اندر في 5 وفي راوندز الاخر قام راب ويشرحها بقى لك. عشان ما ينفعش بالظبط فاهم. لازم وخلصت تلحس يعني. الارض. ايوه بالظبط. انا اول ما بدات كروسفيت وانا بلعب كان انا في مره دخلت مكتوب على البورد باك سكوات 5 ان 5، يعني 5 مجموعات في 5 عدات، وخلصت خلاص. ومروح. بس مم. هو ده ورك اوت اوف ذا داي. فانا رايح اتمرن 5 في 5 وسلام عليكم. التمرين النهارده ايه؟ سترينث. طب بكره ايه؟ يقول لك سترينث اند مونو ستراكشر، فحط لك بقى ديد ليفت مع دبل اندر 5 اه راوندز، هتلعب 21 15 9 حاجه كده مم. وتخلص وتروح. طب انا بتاع كاراتيه. يعني حتى في لعيبه جت قالت لي احنا بنلعب كروسفيت واحنا بتوع كاراتيه مثلا او بتوع سكواش. ماشي. الكروسفيت هيدي لك اللي انت عايزه، هيدي لك اجيلتي وهيدي لك يعني هيدي لك سبيد للكمات والركلات بتاعتك وهيدي لك انديورنس، ولا هو هيدي لك اللي هو عايزه من الكروسفيت؟ ايوه فالكروسفيت الهدف مش ايه؟ بالظبط. الناس هو مش فاهم كروسفيت الهدف، مش عارفه سبيسيفيك الهدف بتاعها ايه. للكروسفيت مش اه بالظبط. ايوه بالظبط. حتى برضو في كومنت دايما بناخده على الناس، تلاقي في السيشن بتاعت الكروسفيت واحد هيفي ويت وواحد رفيع قوي وواحد عادي، وكله بيلعب نفس التمرينه. انت هدفك ايه؟ انا اصلا رايح الجيم عشان اخسس. طب انت بتلعب دي ليه؟ واحد تاني وتلاقي يقول لك ايه؟ لو الوزن تقيل سكيل داون، يعني قلل الوزن. العدات كتير قللها. برضو رايح فين؟ ايوه ايوه. يقول لك انت برضو بتتحكم. انت رايح فين؟ هدفك ايه؟ مم. يقول لك هنعمل سيشن، ما هي برضه هو بورد وماشي على الكل. او يقول لك مثلا احنا عندنا سترينث فيز والسيشن فيها مثلا 50 واحد، هل كل دول محتاجين سترينث فيز او هل كل دول محتاجين ان انت كونديشن فيز؟ اكيد لا. فهو ده الفكره، ان كروسفيت مش سبيسيفيك، لكن الفانكشنال تريننج از سبيسيفيك. الكروسفيت سبيسيفيك في الكروسفيت عشان الناس تكمبيت في الكروسفيت. كون ان انت عملت سيشن مختلفه عشان التخسيس فهو مش كروسفيت ايوه سيشن. بالظبط. تمام كده. لو انت غيرت الجول بتاع السيشن جوه الجيم فهو مش كروسفيت. فما تقولش على نفسك ان انت بتلعب كروسفيت، قول ان انت بتلعب فانكشنال.
وخصوصا انا في الاول خالص في ناس لما بدات اشتغل في المجال بتاع الكروسفيت والفانكشن، انا كنت هيد كوتش سنتين في جيم هنا في بورسعيد. فطلع مش اشاعه، بس هو الناس كلها قالت لك ما تروحوش ليحيى عشان يحيى بيمرن فانكشنال مش بيمرن كروسفيت، ودي طلعت من جيم بتاع كروسفيت اصلا افيلييتد. فالناس جت سالتني انت ليه بتمرن فانكشنال ما بتمرنش كروسفيت؟ عشان الهدف مش واحد. انا في ناس دلوقتي في شريحه جايه لها عايزه تخسس، وفي شريحه جايه لها عايزه، الناس بقى بتشتغل في بنك وموظفين وكده عايزين يشتغلوا لمجرد ان هم اولا يطلعوا بره المود وفي نفس الوقت يحسنوا من حياتهم. وفي ناس ثالثه عايزه تنافس، عايزه تكمبيت. فعملنا كذا نوع من السيشنز، وما قلناش انها كروسفيت خالص. حتى البراند بتاع كروسفيت دي شلناها من الاعلانات بتاعتنا. فبقينا فانكشنال. في الاخر خالص الناس بدات تقتنع، لا احنا عايزين نخسس فبنختار دي، احنا عايزين نتمرن وخلاص فبنختار دي، احنا اثليتس وبنلعب رياضه معينه فاخدنا ده، احنا عايزين بقى نكوبيت في كروسفيت فاخدنا ده. فما بقاش كروسفيت. فكروسفيت اذا براند ورياضه، لكن الفانكشنال بيخدم على الهدف بتاعك انت بس. الله ينور. الله ينور. انا في بس كلمه انت كنت قلتها اللي هي بتاعه البرفورمانس، عشان بس التعريفات الناس ممكن ايه تختلف عليها الامور. كل اللي انت قلته انا متفق معاك فيه 100%. هي بس الايه مساله التعريفات. في ناس بتقول عن البرفورمانس ده هو سترينث اند كونديشننج كوتش، هو بتاع البرفورمانس. البرفورمانس مش قصده بيه هنا بقى الاداء الرياضي، قصده الفتنس، قصده بدني يعني. هو بس ايه في كورسات ريفرنس فعلا بتقول كده. يعني اكسوس اسمها برفورمانس سبيشالست، بس هو مش بيتكلم عن الرياضات، هو بيتكلم عن البدني. ففي النهايه هي ايه اللي احنا متفقين عليه بعيدا عن التعريفات؟ انت يا باشا بتاع بدني، انت معد بدني اسمك حماده ايا كان انت بتشتغل معد بدني ايوه انت راجل بتاع البدني بتاع الرياضه، مالكش دعوه بالرياضه نفسها. واحترم جدا 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 انت كمان لعيب كاراتيه، فانت مش بتمرن كاراتيه، انت بتمرن الناس البدني بتاع الكاراتيه وانت لعيب كاراتيه. فما بالك بالناس اللي ما لعبتش الرياضه؟ فيجي مثلا مدرب كوره عشان يربط العيال باساتك ويشوط. ايوه ما دي كانت برضو كنا اتكلمنا عنها، ان جه فتره الناس قالت لك الفانكشنال تريننج ان انت تربط اللعيب بقى اساتك في ايديه وويتس في رجليه والباراشوت في وسطه وحزام في رقبته فهي الفكره مش كده. دي برضو حاجه مختلفه، دي تدريبات نوعيه. وعلى فكره المعلومه يعني في اللي عرفني التدريبات النوعيه دي طالب، يعني حتى كنت انا الحمد لله كويس وكل حاجه، بس في طالب قال لي يا دكتور دي اسمها تدريبات نوعيه. فالتدريبات النوعيه ان انت تأدي المهاره وتاد ريزيستنس، تحط بقى استك في ايده واستك في رجله، وبيبقى ليها بيبقى ليها نسب معينه واداء معين. اهم حاجه برضو ان الاداء ما يختلش. فدي تدريبات نوعيه مش فانكشنال، لان لو انت عملت المهاره فهي كده مش فانكشن، لو دخلت المهاره نفسها فهو مش فانكشن. لكن انت بتشتغل على نفس الدايركشن او نفس الموفمنت او نفس المجموعات العضليه فده فانكشن. لكن هتأدي المهاره بمقاومات وباستك وبويتس وحاجات كده، فدي تدريبات نوعيه. اللي بيأديها يفضل ان هو يكون المدرب الفني نفسه، لان هو ادرى بالتكنيك. وخصوصا يعني انا بتاع كاراتيه بمرن فيتنس كاراتيه، بس انا ساعات بمرن سكواش، فانا ممكن اعمل حاجه غلط في التكنيك انا مش على علم بيها فالاداء يتاثر. فيفضل ان اللي يعمل التدريبات النوعيه دي المدرب بتاع الرياضه نفسها. طبعا تمام. فحتى في المنتخب كنت لما اشتغل اساتيك اشتغل حاجات الفتنس، حاجات فيها تكنيك وكده. لا الكوتش اللي هو ربنا يبارك له على الدكتور محمد عبد الرحمن تاتو اللي هو مدرب المنتخب القومي، وهاني قشطه اللي هو المدرب الاولمبي طبعا، دول هم اللي بيأدوا بقى المهارات بالاساتيك وكده، لان هو المسؤول عن المهاره، يعني هو المسؤول عن المهاره 100%. ايوه مفهوم. فهي دي برضو من الحاجات الفروق اللي لازم الناس تميزها. يقول لي تلاقي على السوشيال ميديا على طول يقول لك فانكشنال تريننج وعمال يعمل له بيجريه مثلا او يعمل ضربات ايدين او يعمل لكمات، ده مش فانكشنال. دي تدريبات نوعيه، انت كده بتحسن المهاره مش بتحسن الفتنس اللي يساعد اللاعب يأدي كويس. بس بالظبط. الله ينور. بص ان كل واحد يبقى عارف دوره بالظبط، دي اهم حاجه. ان كل واحد يبقى عارف انا شغلانتي فين، كل ترس في المكنه يبقى بيعمل دوره بكفاءه، وده اللي بيخلي المكنه تمشي. بالظبط. لكن كل ترس يقول لك يا باشا انا حديده، انا ترسين لا يعني ايوه كل واحد يعمل دوره، هو ده اللي بيخلي الدنيا فعلا تمشي. طيب طبعا. ادينا كده ايه الفرق ما بين الكاراتيه وباقي الالعاب القتاليه برضو. يعني انا لعبت تايكوندو، انا عندي اكسبيرينس في التايكوندو شويه، انا عارف الفرق بين الرياضتين يعني، لان انا برضو مرنت يعني ايه
كاراتيه كتير وتايكوندو، فاديني مم. انت بالنسبه لك ايه الفرق بين الكاراتيه، لان انت اللي عندك طبعا ما شاء الله خبره في الكاراتيه، وباقي ربنا الالعاب يخليك. القتاليه التانيه. بص، الكاراتيه يعتبر اول الرياضات النزاليه، وهي مش قتاليه، هي رياضات نزاليه. دي امم. اول رياضه يعني ابتكرت من الرياضات النزاليه دي. كانت بدات اصلا في الهند، وبعد كده اتحركت للصين. بعد كده اليابان احتلت الصين جزيره اسمها اوكيناوا، وبعد كده بقت تحت اماره انت اليابان. بدات في الهند بجد؟ الكاراتيه مش ياباني. انا اول مره اسمع المعلومه دي. مؤسس الكاراتيه اصلا هندي. عمل يا زي راجل. عمل ارت كده، زي فن. هو قال لك ان ده فن. اه. تمام. بعد كده اتحرك اه، اول مره بيه، اسمع راح المعلومه بيه دي صراحه. الصين، اللي هو معبد شاولين، اللي هو بتاع كونج فو باندا، لو انت تسمع عنه. ايوه طبعا المعبد عارف يا ده باشا، اه. ده اتحركوا يعني. الكاراتيه بدأ في الهند، اتحرك لمعبد شاولين ده. بعد كده اليابان احتلت اوكيناوا، فاخدوا الصين الراجل بقى ده. ولا كانت ايه؟ اه بعد كده اخدوا الراجل ده وودوه اليابان. اليابان. فالارت ده اتحرك راح اليابان. في يا الفترة ولد دي كان الذين. في الفترة دي كانت اليابان محتلة الصين. وكانوا منعوا الناس تحمل سلاح وكده يعني. فالفن ده اتحول لوسيلة للدفاع عن النفس، ان الناس تدافع عن نفسها من غير سلاح. فبقى اسمها اوكيناوا تي، يعني الجزيرة دي من غير أسلحة. بعد كده الاسم اتغير، بقى اسمها كاراتيه دو، يعني كاراتيه دو يعني طريقة اليد الخالية، ان هي بقت رياضة. فالناس بدأت تلعب الكاراتيه على انه غير ان هو وسيلة الدفاع عن النفس، بقى اسمه رياضة الدفاع عن النفس او طريقة اليد الخالية، لان الكاراتيه اصلا معمول من غير اسلحة. عكس الكونغ فو بقى فيه اه، اسلحة، بقى سيوف ومش عارف التايكوندو وحاجات. برضو فيه اسلحه. والتايكوندو. امم. ف وبعدها بدأ الكاراتيه بقى يتعمل له زي معهد اسمه شوتوكان. ده اول معهد للكاراتيه طلع. وبعد كده بدأ يتعمل أساليب كتير بقى، زي أساليب الكونغ فو بقى، أسلوب الأفعى وأسلوب الباندا وأسلوب مش عارف إيه. فبقى في امم. أساليب كتير للكاراتيه. بس المميز في الكاراتيه إن الكاراتيه ليه ستراكشر، ليه هيكل بنائي، ليه حركات. الأساليب كلها ما بتخرجش عنها. لكن الكونغ فو هتلاقي كل أسلوب مختلف عن التاني، بس هي مشتقة أساسا من الكاراتيه. بعد الكاراتيه طلع كونغ فو مشتقه من كاراتيه؟ الأساليب بتاعتها ده هتلاقي. درس تاريخ. اه بص يعني انت بتغير لي هو مفاهيم طلع دلوقتي. بعد الكاراتيه طلع الجودو والتايكوندو. وبعد كده اه. طلع الكونغ فو. الكونغ فو اصلا. استحدث بقى دلوقتي، بقى منه جوجيتسو وايكيدو وام ام اي اخرها خالص، اخر الالعاب يعني النزاليه دي حديثا، اللي هو ام ام ايه. الام ام اي. هو ميكسد بقى اه. من كل ده. ده. الكاراتيه اه، فيه بس دي الابن الحديث فعلا يعني. اه الكاراتيه فيه مسابقتين، مسابقه الكاتا ومسابقه الكوميتيه. الكاتا دي اللي هي نزال وهمي، جمله حركيه انت بتنزل تأديها، ليها شروط ومتطلبات معينه. والكوميتيه اللي هو النزال الفعلي بقى، اللي هو الشكل اللي بجد بقى، بيبقى اداءات معينه بحركات معينه، ليها ستاندرد وليها نقط. يعتبر اشيك رياضه، عشان انا بنتمي للكاراتيه، بس هو اشيك رياضه مم. نزاليه. لان هي ليها ستاندرد، ليها حركات ما بتتغيرش، يعني ما بيحصلش تعديل في الحركات الاساسيه. هي حركات ثابته من يوم ما بدات. يتغير الاسلوب نفسه، طريقه الاداء يتغير طريقه التقييم، لكن هي ليها ستاندرد من يوم ما بدانا. بس ده النزال الفعلي بيبقى ليه نقط. لازم في الكوميتيه لازم اللاعبين يكونوا نفس المرحله السنيه ونفس الوزن ونفس درجه الحزام ونفس النوع. زي التايكوندو برضه. فبس ده الكاراتيه. الفرق بينه وبين بين الرياضات التانية، يعني الكاراتيه فيه لكمات بالايد، وفي ركلات، مم. وفي رميات. بس الرميات هنا مشروطه، ان يعني ما ينفعش تعمل رميه من فوق الوسط. هي الرميات بتبقى باستخدام الرجلين، اللي هي الاشي وزا، رميات باستخدام الرجلين. واهم حاجه ان تكون رميات مش من فوق الوسط، عشان ما نبقاش جودو. اه تمام. فعلا. الجودو رميات بس، معروف ان الجودو سقطات ورميات شيل ولف وارمي، اه. ب- ب- ايوه. بالظبط. التايكوندو ركلات بس، واستحدث اخيرا ان هو حطوا فيه طبعا. الاكمه. ايوه، بالظبط. دي انا على ايامي على فكره ما كانتش بتتحسب. من ايامي، بالظبط. ده مش من كتير عامه يعني. هي بقت فعلا موجوده، بس التايكوندو يعني برضو ليه التايكوندو رياضه اولمبيه، والكاراتيه مش هيعمر في الاولمبياد اعتقد يعني. هو دخل مره وما اعتقدش هيبقى فيه موجود مره تانية. انا وانا قاعد بتفرج على الكاراتيه انا مش فاهم حاجه. يعني انا قاعد بتفرج على الماتش، هو ليه البوينت دي ما اتحسبتش وليه البوينت دي اتحسبت؟ اه في التايكوندو اه طن
مات، الف مبروك كسبت. اه الموضوع بسيط جدا يعني. بدام ايوه. السنسور نور فتحسب الضربه. اه. بقول لك دي من الحاجات الحلوه في الكاراتيه، ان الكاراتيه ليه ستاندرد يعني. يعني احنا الاول كان في ناس تقول لك ده لعب بالشوكه والسكينه. لا، اه. الكاراتيه دلوقتي لعبه عنيفه جدا، رياضه عنيفه جدا، بس رغم ان هي عنيفه انا بقول لك فيها رميات وركلات ولكمات، فيها كل حاجه، امم. ولكن ليها ستاندرد. يعني ما ينفعش تضرب قوه مفرطه تسبب اصابه. ما ينفعش تمسك من غير ما ترمي، بدل مسكت يبقى لازم امم. ترمي، ما رميتش هتاخد تحذير. القانون دايما بيتعدل ان يبقى فيه فعاليه على طول. الاول كان فيه تحذيرات، لو خدت الانذار التاني اللي قدامك ياخد نقطه. فكان في لعيبه بتكسب بالنقط من غير ما تلعب اصلا، يركب اللي قدامه ايوه اخطاء فياخد على اساسه نقط فيكسب. فاهم. فمنع الحته دي دلوقتي، التحذيرات من غير نقط، فانت بتاخد التحذيرات بس. فاللي قدامك مضطر ان هو يهجم ويلعب ويسجل فعلا بايديه ورجليه عشان يبقى هو الاحق بالفوز. لو ضيعت وقت في الملعب وبدات تتحرك عشان انت كسبان فبتاخد تحذير. فالحلو في الكارتين ان هو ليه ستاندرد، ودي من الحاجات اللي معطلاه شويه، ان هو الستاندرد بتاعته زياده عن اللزوم. ما ينفعش تضرب قوه مفرطه، ما ينفعش تتحرك كتير، ما ينفعش تمسك من غير ما ترمي، لو رميت هو لازم تضرب. هو تقريبا في تكنيك للضربه برضه لو انا فاهم صح، بالظبط، يعني ده ما غير ينفعش ان تضرب هي ليها وخلاص. بدايه. بالظبط، ايوه. هي يعني من شروط التقييم حتى في الكاتا وفي الكوميتيه لازم الحركه زي ما اتعلمنا في الرياضه ان ليها بدايه ومسار مم. ونهايه. عكس البوكس هو بيضرب خلاص. وايده اه. تروح، ما 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 بيلمش. لا، احنا لازم نضرب، ومكان ما طلعت لازم ترجع تاني. لو طلعت برجليك لازم تضرب وترجع تاني. حاله اسمها الزنشن ده ان انت ترجع للوضع الاساسي وتبقى مم. مستعد ان انت تكمل تاني. فدي من الحاجات الحلوه اللي مميزه للكاراتيه. فده عكس زي بقول لك طبعا الملاكمه يعني ما فيهاش ستاندرد، فيها ان انت لو قتلته تكسب، لو بالظبط، فجرت التايكوندو دماغه نفس الكلام عامه. اه. بالظبط. فهو ليه اه. ستاندرد. مش يعني في ناس كتير بتقول لك الكاراتيه بالشوكه والسكينه، لا، هو رياضه عنيفه جدا جدا فوق ما تتخيل، واللي معنفها الستاندرد بتاعتها. عكس انا ممكن المصارعه اقول عليها برضو. حاجه، هي رياضه سريعه جدا. جدا دي اهم حاجه يعني. جدا. يعني اسرع من باقي الرياضات، لان عامل القوه هنا مش مهم، ولكن ليس الاهم يعني. يمكن بالظبط، مش الجودو الاهم. مثلا والحاجات الالتحامات، لا يعني السرعه مهمه بس يصحبها قوه، اللي هي باور بمعنى اصح. طبعا لكن طبعا. في الكاراتيه مش شرط تكون لعيب قوي، يعني ممكن لو انت لعيب سريع جدا ده يخليك ايه، ليك هيبقى الاولويه يعني ليك اعتقد. مميزات في الملعب. اه. لان اللعبه في النهايه انك مثلا تروح تعمل كده وترجع ايدك بسرعه، مش مهم تروح تديله ان خبطه انت جامده ينام. لازم تأدي اه. الهجمه صح بسرعه. ما هي دي من شروط الضربه، من شروط احتساب الضربه، السرعه دي شرط من الشروط، والقوه شرط من الشروط. بس عكس الجودو، يعني هي ترتيب اولويات. حتى في الفتنس هي ترتيب اولويات. يعني في الجودو اولوياته القوه، لكن الكاراتيه من اولوياته غير القوه اه طبعا. الانفجاريه في شرط سرعه. ان انت لازم تأدي برجليك وايديك سريع، لان في حاجه اسمها كاونتر اتاك، الهجوم المضاد. لو انت طلعت هجمتك بطيء او ضعيف هيتاخد قصادك هجوم مضاد، مم. سواء دفاع يتبع هجوم او دفاع عشان يفشل هجمتك. فهنا الكاراتيه مشروط برضه بسرعه. الجودو بياخد عليك رياكشن، بس هو ايوه انت ايوه. كده كده ملتحم، لازم هتخش ولازم هتشوف مم. حركه تعمل قصادها حركه. نفس التايكوندو بالظبط. يعني التايكوندو برضو نفس، يعني قريب من، يعني نفس الفتنس ديمانس بتاعت الرياضتين، ان انت بتاخد رياكشن بس انتوا بتلعبوا من بعيد واخد كاونتر اتاك مم. على المنافس. يعني لو عمل كذا هتعمل كذا، ولو عمل كذا هتعمل كذا. فهي فيها تكتيك رهيب بصراحه، وفيها خطط لعب كتير ورياضه مميزه. ده هي كل الفرق. حاجه فعلا ليها اللي يميزها يعني، ده حقيقي. بالظبط بالظبط. طيب خلينا نقول، عشان في برضو مدربين كتير بيتابعونا برضو، إيه، ودي الغلطه اللي احنا كنا بنتكلم عنها برضو، في غلطه اللي هو ايه كروسفيت يا جماعه، الفرق بينهم وبين فانكشن تريننج يمكن تكون حاجات بدائيه او بديهيه بالنسبه لنا، ولكن هي ايه، ما وصلتش برضو لسه عندنا كفايه، لان احنا لسه اصلا مفاهيم الكروسفيت والفانكشنال تريننج جديده علينا. خلينا برضو امم نبقى يعني واقعيين، بالظبط بره بالظبط. الكلام ده مهروس بقاله كتير قوي. احنا هنا لسه في ناس مش فاهمه، ورياضيين الوعي الرياضي برضو عند الرياضيين لسه متاخر طبعا جدا يعني. فخلينا كده نتكلم، هي ايه المهارات الاساسيه، ايه الحاجات اللي انت شايف ان هي اساسيه بشكل عام لاي رياضي، خلينا برضو نقول كده. لان انا امم اعتقد انت معايا في وجهه النظر دي، ان في حاجات اللي هي الفاندمنتال موفمنت باترنز، الانماط الحركيه الاساسيه، ايا كان انت بتعمل ايه، مش انت بني ادم وعندك دراعين ورجلين ورقبه طالع منها طبعا دماغ، انت في حاجات طبعا. اساسيه هتعملها ايا كان انت بتعمل ايه. كان في بوست شفته جميل جدا، مش فاكر اسم الاكونت يعني، كان عامل هرم كده للرياضي،
قاعده الهرم ده ان انت انسان، فانت كانسان لازم يكون عندك كواليتيز موحده كلنا عندنا. طبعا. تاني قاعده في الهرم ان انت رياضي، اذا بتبتدي تصغر شويه. فانت كرياضي لو انت ما بتلعبش رياضه هيبقى بيبقى فيه ايه فروقات ما بينكم في التمرين. اخر حاجه خالص بقى الرياضه اللي انت بتلعبها، يعني انا انسان رياضي بيلعب كاتا مثلا، فتدريبات الكاتا عشان احسنها لك محتاج اه. اعمل حاجات معينه، وعشان اخليك رياضي كويس اصلا محتاج اعمل حاجات معينه، وعشان اخليك كانسان فانكشنال اصلا محتاج اعمل حاجات معينه. فاحنا عشان نبني قاعده ايوه. الهرم محتاجين نعمل ايه قبل ما نطلع بقى للحته، عشان الناس بتحب تاخد اللي بيقول عليه الايسنج اون ذا كيك، اللي هي الايه، من الاخر، اه. الكريزه اللي على كيكه ولا اي حاجه. طب الكيكه فين يعني؟ فاحنا الكريزه. عايزين نتكلم بقى عن ايوه. لا مش هنتكلم عن الكريزه النهارده، احنا عايزين نتكلم بقى ايه عن الجزء اللي يحصله كتير يعني. بص هقول لك حاجه، هو انا لسه وانت بتتكلم كنت هقول لك احنا بنتعامل في الاول وفي الاخر مع جسم الانسان قبل ما هو يكون رياضي. فانت بتتعامل مع، ما ينفعش تتعامل معاه رياضي. يعني زي ما انت بتقول لو طبعا. قلبنا الهرم وبدات معاك ان انت رياضي، يعني مثلا لو انت مثلا لعبت تايكوندو فانا هبدا معاك بالسرعه والقوه الانفجاريه والرياكشن. فمفيش بيز اصلا، مفيش قاعده انا بنيت عليها. طب تعالى ناخدها من الاول. يعني انت الاول في موفمنت باترن الاساسيه اللي لازم كل الناس تلعبها، زي في الرياضه بالظبط. لو هنتكلم على البروجرامنج اللي هو الاعداد العام، انت لو ما عملتش الاعداد العام هتيجي في فتره الكومبيتيشن اللعيب بتاعك واقع. لو عنده 5 منافسات في السيزون، فالمنافسه الثالثه هتلاقيه اتصاب، حصل له دروب، حصل له اوفرلود، عشان انت ما عملتش الاساس. الاساس بتاعنا في الفانكشنال تريننج، او في الاعداد العام، او زي ما بيقولوا لما تيجي تجهز اللعيب بتاعك عشان يطلع للحته الثانيه بتاعه الهرم اللي هي حته ان هو اثليت، لازم يعدي على كام باترن كده. حتى في اوبكس مصنفينها. واول حاجه الكور، ان انت لازم الكور بتاعك يكون ريدي، ان هو الجزء يربط بتاعك. بين بالظبط، مم. ان هو يربط الطرف العلوي بالطرف السفلي. لو الجزء اللي في النص، المحرك اللي في النص ده مش سترينثنج رف، وان هو مش قوي ان هو يساعدك ان انت تعمل كوردينيشن بين فوق وتحت، وان انت قادر تتحكم في جسمك از وان يونت في اتجاهات مختلفه، فانت كده مش هتقدر تأدي الليفل الثاني او الديماندز بتاعت الليفل الثاني. الحاجه الثانيه السكوات موفمنتس. السكوات اللي هي ايه اسمها ايه، قرفصاء. القرفصاء، اي. بكل الاشكال بتاعتها. آه. بس هي يعني هي اهم او الاسنتال فاندمنتال موفمنت لللور بادي. حتى لما اه. بنيجي نقيس اول حاجه بنقيسها السكوات. ليه؟ لان هو اول مؤشر لقوه الطرف السفلي بالباترن بتاعته. الجزء الثالث البوش موفمنت، الحركات اللي فيها دفع باولها من بداياتها. يعني ما يجيش اللاعب اما ابدا معاه بلاند ماين بريس، او ابدا معاه مثلا بدمبل جيرك. لا، انا ببدا معاه بالفاندمنتال موفمنتس الاساسيه اللي هي البنش بريس والشولدر بريس والبوش ابس والحاجات الاساسيه اللي لما يأديها خلاص وهو كويس وقادر يتحكم في جسمه. ولما عملت الحركات الاساسيه دي ابدا اخش في تمرينات سبيسيفيك. بعد كده البول موفمنت اللي هي حركات السحب، سواء بقى البول ابس والتشين ابس والانفيرتد رو والتي ار اكس رو والحاجات اللي تساعده ان هو بعد كده برضو يؤدي السبيسيفيك موفمنتس. وفي بعد كده البندنج موفمنت اللي هي الحركات اللي فيها انحناء او تاني. فيها اه. ثاني الجذع لقدام. دي برضو مهمه زي الديد ليفت. اللعيب لو مش جاهز ان هو يديد ليفت، حتى اغلب الكتب دايما يقول لك لازم يبقى عندك بيز اساسي ان انت تقدر تلفت يعني وزن جسمك مرتين او مره ونص في الفتره الاولانيه او في المرحله الاولى، اللي تساعدك بعد كده تقدر تقطع النسبه دي وتجيب منها بقى الاكسبلوسيف سترينث والسترينث انديورنس. بس انت لو ما عندكش القوه او قاعدة المخزون القوة ده، يمكن مش هتعرف تبني عليها بالظبط يعني. مش هتعرف تعمل. بالظبط مش هتعرف تعمل السبيسيفيك موفمنتس. بقى احنا انت قلنا ممكن كده تعملها الكور. بس يعني انت بتحط لنفسك في ريسك برضه يعني، بالظبط، ممكن الارقام وهتبتدي بقى نختلف تقول عليها واحد ايه ونص اتنين بالظبط. ايا كان، بس يعني في حاجات اساسية يعني. بالظبط. وده يعني انا حتى بشوفها لما في ناس بتجيلي كتير في نص الموسم اللعيب ده ضعفان وعايزين نزود له جيم، بس التوقيت ده مش هينفع ادخل له جيم. فتقعد الله تحسبها ينور. بقى، هندخل له جيم الله من هنا ينور. وهنسحب الوقت ده من هنا، هناخد من دي وندخل دي. طب قلل معلش الكاراتيه شويه عشان نزود جيم، طب هناخد من الفتنس عشان نزود الجيم. وبنخش في حسبه صعبه. فانت لو ما عملتش البيز من الاول، الاساس اللي انت اصلا محتاجه في نص الموسم، هنخش في حسبه صعبه. وعموما ما بتنجحش. يعني مش بتبقى صعبه قوي ان انت تيجي في نص الطريق تقول انا عايز ابدا من الاول تاني. ده حقيقي فعلا. الكور والسكوات والبند والبوش البول. والبول واللانجز. اخر حاجه اللي هي اللانجز اللي هي حركات الطعن.
ان انت تأدي الموفمنت اللي انت بتطعن فيها لقدام. واغلب الرياضات بتستخدمها، سواء انت لعيب بتمشي على خط واحد او جانبي، فانت محتاج اللانجز باترن، ان انت تعمل طعن امامي او جانبي او خلفي. فانت محتاج دي عشان العضلات دي كلها تكفر، يعني تسترنس تبقى قويه، ان هي تساعدك ان انت تأدي الحركات بتاعه رياضتك بشكل كويس، ولما تيجي تخصصها في الايفنت بتاعك ما يحصلكش اصابه. فهم كده ست باترن، اللي هي الكور، بوش، بول، بند، سكوات، ولانج. الست في ناس الله ينور. بتغيرهم، في ناس بتقول ان السكوات واللانج دول مع بعض، وفي ناس بتقول ان البول والبند دول مع بعض، والبوش لوحده والكور لوحده، فالستة دول بقوا مش أربعة. فارقه. مش فارقة، يعني المهم مش ان فارقه في لي فعلا، المهم تبقى عارف في حاجات اساسيه يعني. بالظبط ان في حركات اساسيه، ان اللعيب ده لازم يعمل سكوات، ولازم يعمل ديد ليفت، ولازم يعمل بوش، ولازم يعمل بريس، ولازم يعمل كور سترينث. هي دي الحاجات الاساسيه، ايا كان تصنيفاتها وايا كان شكلها، عشان هي مش قران برضو، وكل مدرسه ولها فلسفتها. وانت لازم يبقى ليك اتجاهك برضو، مش شرط تلتزم بالستة ومش شرط تلتزم بالأربعة، بس في فاندمنتال موفمنتس أساسية لازم تعملها. لازم تسكوات، لازم تديد ليفت، لازم تبوش، لازم تبول، لازم تكور، تسترنس يور كور. عملت دول في الأول، ابتدي خش على الهرم التاني بقى، ان انت تعمل السبيسيفيك موفمنتس او السبيسيفيك باترن للرياضه اللي انت شغال عليها. يعني مثلا اللعيب السبرنت مش محتاج ان هو يعمل بريس كتير قوي، محتاج ان هو يقوي الابر بادي ومحتاج يقوي الكور، بس 70% من شغله هيبقى على اللور بادي. لعيب مثلا التنس طاوله، هو محتاج الابر بادي والكور اكتر، فوت ورك سريع وكل حاجه، بس هو اغلب شغله بنسبه 60% على الابر بادي. لعيب زي الكاراتيه بيضرب بايده ورجله، فانت محتاج تقوي دول بشكل سبيسيفيك، ان هو هيبتدي بقى يخش على تدريبات خاصه بيه هو، القدرات البدنيه الخاصه برياضته المعينه دي. الجزء الاخير او الليفل الاخير، ودي بتبقى مختلفه على فكره، يعني شكل التمرينات نفسه او القدرات البدنيه بتبقى مختلفه من رياضه للتانيه. حتى في الرياضه الواحده، يعني في الكاراتيه عندنا مسابقه كاتا ومسابقه كوميتيه، شكل القوه الانفجاريه للاعبي الكاتا مختلف تماما عن القوه الانفجاريه للاعبي الكوميتيه. حتى في اسلوب تدريبهم، في طريقه تدريبهم، نوعيه التدريبات وشكلها وشكل الريزيستنس للاعبي الكاتا، لان لاعبي الكاتا بيبقى محتاج ان هو يبقى ستيبل على الارض اكتر، بيبقى محتاج قوه اكتر، وبيبقى محتاج ان هو يبقى ثابت على الارض اكتر، عكس لاعبي الكوميتيه ان هو بيبقى محتاج وهو بيتحرك يضرب، او وهو بيدافع يهجم. فشكل التدريبات نفسه مختلف، ان الايفنت يعني الرياضه الواحده الايفنتات فيها مختلفه، والقدرات البدنيه فيها مختلفه، او شكل وطبيعه الاداء فيها مختلف. زي بالظبط اللعيب اللي بيجري 50 متر واللعيب اللي بيجري 800، ده مختلف عن الاثنين ده. بيجروا. بس يعني الاثنين دي حاجه بيجروا ودي حاجه. بس مختلفه، يعني قلبه هنا غير قلبه هنا. جه في طبعا. مره اللعيبه، يعني كان في بنت مصنفه، بصرف النظر هي كانت فين، في بنت مصنفه جم قالوا لي هي مسافره بطوله دوليه، هتلعب 50 سباحه، 50 و100 و400 و800. ترابيزات بلياردو وبينج. واحنا عايزينك تمرنا فيتنس وانت اشطر واحد. قلت لهم يا جماعه حددوا لي، يا هتلعب 50 و100 بس، يا هتلعب 400 و800 بس، يا ده يا ده، يعني يا قصيره يا طويله، عشان اعرف اشتغل. انا كان هشتغل بروحين، انت كده عايز قلبين، عايز قلب ينمي الاناروبيك كاباسيتي، عايز يسبرنت، وعايز قلب يعني ايروبيك روبيك باور. يعوم. بالظبط، فانا عايز روحين، يعني انا شغال بروحين، همرنا النهارده اناروبيك وبكره ايروبيك وبعده اناروبيك وبعده ايروبيك. انا كان نفسي عندها جالي كام سنه ايروبيك. معلش؟ كان عندها 14 سنه. ماشي، يمكن في السن الصغير انك تبقى مش متخصص دي حاجه كويسه، ولكن لما تكبر خلاص كاس بقى عالم، وغير كده لازم. الاتحاد الدولي وافق ازاي ان انت تصفرها. بالظبط، وفي الاخر البنت سافرت مسافات طويله بس. يعني انا مم. قلت لهم البنت دي مش هتتسجل في الاتحاد الدولي الاربع ايفنتات. ممكن في مصر عادي تلاقي الطفل نازل لعب البطوله كلها، ودي انا بشوفها كتير في مرحله الناشئين، حرق اللعيب مبروك ليفل معلق. 200. بالظبط، معلق 6 ميداليات ولا 7 ميداليات، 50 و100 و800 ومزدوجه ومونو وسباحه وحكم ونظم وكل حاجه. هو التسع مسابقين، هو السبع حرام. فاهم؟ فهو طب يا جماعه انتوا بتعملوا ايه؟ بتعمل ايه؟ ده مش صح. وفي الاخر البنت دي سافرت على المسافات الطويله، والحمد لله ربنا كرمها وبقت مصنفه في المسافات الطويله، واتقال على يحيى حمار ما بيعرفش يمرن في بالظبط. ايوه، غريبه فعلا. بس خش على الليفل الاخير ان انت تشتغل سبيسيفيك، ان انت قبل المنافسه بتاعتك تبتدي تشتغل الاعداد البدني الخاص بالرياضه دي بقى، بالايفنت ده، ان انت تعمل مثلا تمرين اجيلتي مرتبط باللي اللعيب ده بيعمله في الملعب،
او تعمل تمرين اكسبلوسيف سترينث قريب ب 90% للي هو بيأديه في الملعب. ده الليفل الثالث، وده بيبقى محتاج البيز الاساسي. لو انت ما عملتش البيز الاساسي او الباترن موفمنت، يعني لو هيبدا بديد ليفت فهو هيفنش بسنجل ليج ديد ليفت مثلا، او هيبدا مثلا يعني باصعب حاجه في الديد ليفت. لو هيبدا بالباك سكوات فهو بيفنش بليفل صعب، يعني مثلا زي لو هنقول في الكروسفيت هيفنش بالبيستلز مثلا او السنجل ليج سكوات. فالليفل الاخير ده لو انت ما عندكش البيز الاساسي، انت ما بتعرفش تسكوات صح اصلا من الاول، مش هتعرف توصل للليفل الاخير. الله ينور. عشان ربنا يخليك. كده المنهجيه الفكريه، او ان انت يكون عندك سيستم بجد، هو ده اللي بيخليك تمشي، هو ده اللي بيخلي لعيب يفضل معاك سنه واثنين وثلاثه وعمال بالظبط. يتطور. لكن ان انت تبدا مع لعيب من حته عاليه عشان انت ما عندكش، لو حد سالك انت بتعمل التمرين ده ليه، ما عندكش اجابه، اعرف انك ماشي في اتجاه غلط، انت بتضيع بالظبط. الدنيا. لو بالظبط. انت مش عارف انت فين النهارده وبعد سنه هتبقى فين، او المفروض انمي ابدا بالليفل ده، عشان اللعيب سيبك من الرياضه ساعات احنا ما بيفرقليش، انت ممكن تلاقي لعيب عندي سكواش ولعيب مثلا ووتر بولو، الاثنين بيتمرنوا اولموست نفس التمرينه، لان هم احتياجهم اه. الجسماني كبني ادمين نفس الاحتياج، اه. وهم لسه ما تاسسوش كفايه كبني ادمين وكرياضيين عشان ابقى ابص له انت لعيب ووتر بولو وانت لعيب سكواش. بص للحاجات دي لما تبني بقى قاعده الهرم. هو ده اللي احنا بنحاول نقوله للناس. انا ساعات كتير يمكن الناس بتبص للتمرينات بتاعتي، رياضيين كتير بيجوا مش متعودين على نوع التمرين اللي انا بمرنه، يبص يلاقي التمارين بالظبط. اه. somehow بدائيه او بسيطه نسبيا. هو انا بعرف امرن تمارين معقده، ما هو انا عارف كل البروجريشنز بتاعت التمارين، ما هو انا عارف ان الليفل ده بيبدا من هنا وهنوصله للليفل 100 ازاي. بس انا لو بدات معاك من ليفل 100 ابقى حمار، لان بعد لو انا بدات ليفل 100 ب... هعمل ايه بقى؟ وبعدين هبدا 101 هنفتكس ساعتها بقى بيجي. عشان كده بتلاقي الناس بتحفرك كتير، اللي هو بقى ايه، بيعمل تمارين، بص انت هتعمل ديد ليفت على صباع رجلك الكبير وتطلع ترمي فوق بالشمال اوفر هيد وتنزل تلف برويتا. انت بالظبط. تعمل هي ده هي ليه؟ الفكره برضو. فعلا هي الفكره في اختيار التمرينات. يعني ساعات يجي لك لعيب جاب اول جمهوريه، ده التوب، ده رقم واحد في مصر او رقم واحد في الفئه بتاعته، فالمفروض ان هو ذا بيست، يعني احسن ليفل في الفتنس، هو ده اقوى واحد. تيجي تعمل له تمرين على ده، على ان هو بطل جمهوريه، يقول لك انا مش عارف، مش عارف. تيجي سكوات تلاقيه ضم رجله، او يجي ديد ليفت تلاقيه قام تاني جذعه، مش عارف ينزل. فتبتدي هنا تختار له ابصم التمرين. ابصم بالعشره. تيجي تختار له التمرين مش اللي مم. مناسب للرياضه بتاعته. في لعيبه كتير على فكره، مصر يعني مصر ولاده في الرياضيين، بس لما تيجي تست الفتنس بتاعهم بتلاقي ان الفتنس يعتبر، مش كلهم يعني، بس في لعيبه كتير ما عندهاش فتنس. في لعيبه كتير، وخصوصا عندنا حتى في الكاراتيه، في الفيلد كاراتيه، في مش في لعيبه الكاراتيه كتير بس ما والله بتتمرنش يعني. فتنس. ايوه. بس هو الفكره ان الكاراتيه اصلا بيحسن الفتنس. الكاراتيه اصلا فيه تحمل قوه وتحمل سرعه وفيه قوه انفجاريه وفيه رياكشن وفيه حاجات. بس في لما تبتدي بقى تخش على الليفل اللي هو ايه، انت عايز اول جمهوريه عايز تحافظ عليها، تالت جمهوريه عايز تبقى تاني، او اول لعيب دولي مثلا جبت تالت عالم عايز تبقى تاني، او اول لعيب رانكد وعايز يحافظ على الرانك بتاعه. فهنا بيبقى الفتنس انبوت لازم يعلى شويه، وخصوصا ان لعيبه بعد 16 سنه ان انت تعدله في التكنيك دي بتبقى صعبه، اه سيكا عكس فعلا. الناشئين. فاللي مم. بيميز اللعيبه هنا ويخلي عمره يطول في الملعب مش الرياضه. هو الله خلاص ينور زي ما والله. بيقولوا بالظبط، الكاراتيه هنا او الرياضه هنا اللي بيطول عمرك في الملعب هو ايه، الفتنس. حتى روجر فيدرر مم. مره سالوه قالوا له إيه لما جاب البطوله، جاب تقريبا ويمبلدون او حاجه كده، قعد اه عليها فتره طويله جدا. قالوا له ايه السر؟ قال لهم كور از ذا سيكريت. كان قصده اللي هو منطقه اللي هو الجذع، ان هو طول ما هو الكور بتاعه سترينسن جدا وان هو بيتمرن فتنس اكتر. وهو حتى قال ان هو بيتمرن الفتنس بنسبه اكبر من التنس نفسه، لان هو خلاص شبه تنس. يعني روجر فيدرر وهو مغمض هيعرف يكسب. ايه اللي مخليه يجيب البطوله دي 10 مرات او 15 مره؟ ان وسنه هو مش محافظ على صغير، هو ده اللي ده بنقول عليه عجوز برضه جدا. اه. بالظبط، ان هو محافظ بيحسن الفتنس بتاعه. فهنا الفكره كلها ان انت بدات منين وهتكمل ازاي. لعيبه جاي لك، فانت لسه مدرب فتنس جديد وعايز تشهر نفسك، فهتبتدي بقى ايه، كومبلكس، تمرينات صور حط على معقده الانستجرام، وتمرينات صور حط صعبه، على الانستجرام. وصور ونزل ماشي، صور ونزل وماركت صح. بالظبط، صور ونزل وماركت. بس خلي بالك اللي اللي يرضي هيجي ربنا لك برضه. ممكن يكشف. مم. بالظبط، اللي هيجي لك هيكشفك. اللي هو جالك ما تلاقاش اللي هو عايزه، ما تلاقاش المقاس بتاعه،
يعني دخل المحل بتاعك، جه يقيس التيشيرت اللي انت عرضته، بس ما لقاش المقاس بتاعه، مش هتلبسه مقاس تاني مم. وتمشيه، فهيمشي من عندك. فلما تيجي تختار تمريناتك، اختار هيفرق. حسب، يعني حتى في الكورسز بتاعت السترينث اند كونديشن دايما يقول لك اكسرسايز سيلكشن، وده مبدا ما بيتغيرش في كل الكورسز. هتلاقي اكسرسايز سيلكشن، هتلاقي المبدا ده دايما مكتوب. اختيارك للتمرينات، اختيار اختيارك التمارين. مم. للجوينتس اللي هتشتغلها، فانت اختار تمريناتك صح. مش شرط يكون اللعيب بتاعك الفتنس بتاعه ماشي مع الاكسرسايز اللي انت اخترته. ممكن يكون هو تكنيكال عالي، بس كفتنس الرقم بتاعه قليل، او اداؤه قليل، او ما بيعرفش يعمل الباترن دي، مش هنعرف نصعب له التمرين الا لما يأدي التمرين ده صح. لو عمله مش صح بنبص له تشيك. هنا بقى كرياضة، لا 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 احنا بنبص خالص. عليه هنا كبني آدم بقى، ومفاصل وعضلات وجهاز بالظبط عصبي، بالظبط وبنفصصه كده نفنطه. بالظبط. وده واقول لك حاجه، ده اللي يعني مخلي المدربين المميزين في الفتنس قليلين شويه، او مش قليلين يعني، لا هم قليلين. معروفين. احنا يعني مش هنجمل الواقع يعني. بالظبط، ما اللي احنا لو كنا هتلاقيه عندنا مدربين ثابت. كتير تقال كان زماننا يعني بننافس في كل الرياضات يعني. بالظبط. فهي الفكره، والله انا عايز اقول لك في لعيبه دوليه واولمبيين الفتنس بتاعهم مش واقع، غير ان هي ساتر، وغير ان هو موهوب، بس في نفس الوقت اللعيبه محتاجه ان هي تحسن الليفل بتاعها بس. وان انت الله تختار ينور صح، والله. اختار تمريناتك صح، اختار السلمه بتاعتك، ما تعديش سلمتين عشان غصب عنك هترجع للسلمه اه بتاعتك انا بس. مرنت رياضيين كتير بيلعبوا منتخب وبيلعبوا عالم. آه، مش معنى ان انت معاك رياضي تقيل ان هو بدني تقيل. في ناس التكنيكال دي مسؤوليه، بتاعها دي نصيبه سوداء. في ناس التكنيكال بتاعها يعني هو مهاريا جامد، فده بيشيل عنه ان هو بدنيا وحش. فانت مش تخدمه انك تعامله كأنه هو اليت اثليت، لا هو يا باشا انا ما بعرفش يعمل سكوات، علمه يعمل سكوات واديله الحاجات الاساسيه دي، شممه شويه حديد، الله حلو قوي الحديد ده هتلاقيه في الملعب زي القرد يعني. في حاجات كده ايوه ايوه ايوه. اساسيات لما تكون واقعه، انت لو بس حطيت يعني كأن في بيت واقف على عمودين، والبيت ده قد ايوه كده، هو واقف على عمودين، العمودين عمالين ايوه يعملوا كده. فعلا. هتروح تعمل ايه بقى؟ هتروح تعمل جوه تشيل التلفزيون ال 12 بوصه، تحط التلفزيون 70 بوصه، ايوه استفدنا ايه يعني؟ ما تحط مش يا هينفع باشا مش هينفع. في امدان يعني. والله هي دي اقول لك اللقطه حاجه، فعلا، يعني الله في ينور. لعيبه، يعني بدون ذكر اسماء، في لعيبه دوليين انا كنت شغال معاهم. والله لو يعني اقول لك البلانك بيأثر معاه، لا طبعا. السكوات بالبار فاضي التكنيك صح بيأثر معاه، بيجي يقول لي على فكره انا واقف على رجلي النهارده، انا النهارده مم. جذع ما عامش مني. يعني حتى في اللعيبه بتوع الكاتا من ضمن الدفاعات بتاعتهم ان تلاقي هو جذعه عايم، بيلف او مش حاجه، اه طبعا. مش ثابت، اه او لو شفتها لف دي، ايوه. جذعه يلف معاه سنه كمان، او لو ضرب مفيش كور ستابيليتي كفايه يمكن. ما ثبتش شويه. فلا انا مم. بقيت بربط اكتر، انا بقيت ثابت اكتر. انا لما عملت الجامب نزلت بقيت ستيبل اكتر، انا بقيت بقعد اوضاعي اكتر. فروق بسيطه بتفرق معاهم جدا. يجي يقول لك من يعني مثلا بعد 3 اسابيع يقول لك انا بدات اربط احسن سنه من حاجات بسيطه. فمش شرط ان انت تسناتش وتكلين وتعمل ميديسن بول ثرو وباندات واساتك وكرباج مش مستاهله. اعمل الصح اللي يخدمه، وفعلا زي ما انت قلت دلوقتي حاجات بسيطه جدا بتنور مع اللعيب. ده ليه؟ حقيقي لان فعلا. هو ده اللي هو محتاجه، هو جاي لك عشان هو محتاج من الاول، مش محتاج من الاخر. الله ينور والله. يعني يا رب الكلام ده يكون واقع وخفيف على الناس، لان احنا كلنا بنتعلم في النهايه يعني. بالظبط بالظبط. يعني انت ما شاء الله عليك راجل بيدرس في الكليه وبره الكليه، وانت قلت انا اتعلمت، وفي طالب اداني معلومه ومش عارف مين، ما حدش كبير على ان هو لا 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 خالص، والله ياخد خالص. معلومه يعني. فيعني الحمد لله ربنا يديمها نعمه يعني عليك وعلينا يا رب. انت يا رب دايما. اخبار التدريس معاك ايه بقى؟ يعني دي من الحاجات صراحه جوه ولا بره؟ اللي جوه واللي بره، ايوه. يعني خلينا نبدا بالكليه، بما ان احنا ايه، ولاد نفس الكليه يعني. انا عارف ان الموضوع، ايوه التنهيده، انا شفت التنهيده دي. التنهيده دي بتقول كتير، خلاص يا يحيى ما تقولش حاجه يا حبيبي. يا جماعه هنلم الدكتور يحيى. هنلم نفسحه. بص يا دكتور يحيى على ابعت لك السي في وقدم لي في جيم بقى. بص هي، هقول لك حاجه، جه في مره الترم ده، مش بعيده الترم ده يعني. جه مره طالب، فانا بحب في اخر المحاضره كده اسال الطلبه حد محتاج حاجه، حد هيسال على حاجه. فجه في واحد قال لي دكتور ممكن اقول لك حاجه؟ قلت له اتفضل. قال لي في فيديو انت لسه منزله. قلت له قال مم. لي هو حلو جدا.
قلت له تمام فهمتش شكرا. قال حاجه. لي بس أنا ما فهمتش حاجه. ايوه ايوه. متضايق الولد ده سقط خلاص يعني. اه. ف... فقلت له طب ليه؟ يعني ممكن يكون انا مثلا ما شرحتش كويس، او انا مديها يعني صعبه شويه. قال لي لا، هي الفكره ان احنا ما بناخدش الحاجات دي، والمفروض ان انت بتدي رياضه واحنا ما بناخدش الحاجات دي. فاللي انت بتقوله ده كله ما بناخدوش ليه. فالحمد لله ان كانت المحاضره خلصت عشان مش عارف ليه. ايوه. بص، هو اقول لك حاجه، هو التدريس في الكليه، يعني حتى انا دايما اقول للناس، انت فاكر فيلم روكي الجزء السادس لما كان بينافس الولد الروسي، وكان هو بقى بيتمرن في التلج وبيشيل فرع الشجره، والولد الروسي بقى على تكنولوجي وتريدميل وبيقيسوا له الفي اوتو ماكس اه. والحقنه والكلام ده. الفيلم ده كان اتجاهه يعني روسيا تقول للناس ان طفره الرياضه طالعه من روسيا، ان علم الرياضه الحديث هيطلع من هنا، ان الاتحاد السوفيتي هو اللي عمل طفره الرياضه. على اساسه طلع كتب الرياضه اللي احنا لسه بناخدها لحد دلوقتي في الكليه. اه طبعا الاتحاد ان السوفيتي كلها ان اساس بالظبط ان مكونات اساس حمل التدريب البريدايزيشن والحاجات دي. اه طبعا. بالظبط ان مكونات حمل التدريب شده وحجم وكثافه، ولغايه الاسبوع اللي فات بيقولوا ان الكثافه هي الراحه. طب ما كنت ايوه قلت راحه يعني. عندنا في يعني اللي الكليه ترجم نفس ترجم. الكلام فعلا. اه. بالظبط، هي في مصر كلها يعني. امم. فهي دي الفكره، ان العلم اللي بيتدرس الا من رحم ربي، لان في دكاتره شاطره جدا بصراحه. اكيد طبعا. لسه لحد دلوقتي بندرس العلم القديم، وده خلص. يعني تعال دلوقتي بص على تصميم البرامج التدريبيه في الكتب الحديثه، اللي هي بقى الاكاديميز بقى اللي احنا كلنا بنقرا منها ونذاكرها، وتصميم البرامج التدريبيه القديمه. هتلاقي في حاجات اتلغت، في حاجات اتغيرت، في حاجات في برنسبلز، في اساسيات وفي مبادئ، بس في نفس الوقت في حديث. يعني هتلاقي فين في كليه بيدرس لك الفانكشن تريننج والهيت والحاجات اللي هي اللي احنا شغالين بيها دلوقتي. مش هتلاقي غير كده. برضو من المشكله التانية ان احنا بندرس، وده غلط. ان انت بتخش تسمع للطلبه ان مكونات حمل التدريب شده وحجم وراحه وكثافه وتكرارات ومجموعات ويمشي. امم. او ان هو يخش يقول له طرق التدريب 3: التدريب التكراري والفتري والمستمر، ويمشي. امم. ده اللي حصل معانا. امم. بس في نفس الوقت هو الطالب مش عايز كده. يعني انا كان ربنا من عليا بنعمه ان انا كنت بطلع من الكليه بروح تمرين، واما بتمرن بتنور اللي هي دي، انا خدتها ودي ما خدتهاش، فاروح اسال يا اما الدكتور يا اما المدرب. تمام، بصرف النظر عن ان في دكاتره ما كانتش بترد عليا، بس انا كنت بسعى. طب ما في طلبه داخله الكليه دي دلوقتي ما بيلعبش رياضه، فهيفهم ازاي؟ وهو غصب عننا هيطلع مدرب، وغصب عننا هيطلع يمرن، ما هو هيشتغل وفي ايه وش غير اللي الكليه. اتعلمه؟ مم. بالظبط. فهي الفكره ان احنا لما بندرس، احنا مدرسين، احنا فعلا اعضاء هيئه التدريس. واعضاء هيئه التدريس التربيه الرياضيه مختلفين يعني. وخلي بالك ده مش في التربيه الرياضيه بس، حتى في هندسه المهندسين اللي بيدوا المحاضرات هم برضو مدرسين. بدليل ان انا اعرف، يعني انا اخويا في كليه علوم، واعرف واحد تاني قريبي في كليه هندسه، لما بيطلعوا برضو عملوا زينا، رمى كل اللي اتعلمه وبدا يروح ياخد كورسات عشان يتعلم الجديد ويتعلم الحديث اللي يبتدي يشتغل بيه. هي مش في التربيه الرياضيه بس هي الفكره ان احنا نغير كنت من بتكلم مع طريقه. ده مع كابتن حسام عناية ان دي مشكله اه الجامعات الحكومه بشكل عام، بس احنا عندنا الدنيا بالظبط. يمكن فيها فساد اكبر سيكا يعني، للاسف يعني. بالظبط ان انت هنا مدرس، مش مدرب. المفروض ان انت تتعامل على انك مدرب. المفروض ان انت اللي يخش الكليه دي، يعني انا بصراحه اللي يخش الكليه دي لازم يكون لاعب على الاقل. مش هقول لك جاب بطوله ولا مصنف دولي ولا مصنف على مستوى الحاجه، بس على الاقل يكون لاعب، عشان يبقى عنده فيدباك يساعد المدرس او المحاضر اللي بيقعد معاه 3 شهور، ان هو يديله المعلومه اللي هو بيتعلمها من زمان. يقول له اللي انت كنت بتعمله ده اساسه كذا، واللي انت كنت بتعمله ده اساسه كذا. فهي الفكره في طريقه تدريسنا ان انت بتدي المعلومه ازاي. بس هي يعني انا اسف يعني للكلام ده هيزعل، بس فعلا احنا مدرسين مش مدربين. ولكن المفروض في الكليه ان انت تكون مدرب، ان انت تدي نماذج، تدي تطبيقات. تمام. بس فهي دي هي الفكره. الناس بتخرج ما تعرفش تفكر. الناس بتخرج تقول له اكتب لي بروجرام، بيقعد يشرح لي بروجرام بيتكون من ايه. انا مش عايزك تشرح لي بروجرام. انا لما بدي كورسات بره انا ما بدرسش في الكليه، لان انا الكليه انا من سنه اولى بقى اشتغلت، اتجهت بقى خلاص يا باشا فكك انا عرفت اللي فيها. مع السلامه. رحت اشتغلت انا بقى، خدت ايوه كورساتي. فلما بدرس لحد بيبقى خريج تربيه رياضيه،
قول لي كده بقى ايه هنعمل ايه، اكتب لي بروجرام كده. ما بيعرفش يكتب لي بروجرام، ما بيعرفش يطبق. هو في اه النهايه اه بيقول لي بص احنا هنعمل الشده كذا وهنختار تمارين بلايومتريه وهيقعد باشا احنا مش موضوع تعبير. قول لي هتعمل واحد اتنين تلاته، قول لي ليه بتعمل ده وقول لي هنعمل واحد اتنين تلاته. بس ما تقوليش احنا نقعد، ما تسرحش بيا، ما تقعدش تتكلم وتفضفض. احنا ما هي دي مشكله بالظبط الكليه، مفيش علم بالظبط. تطبيقي وكله اغلبه علوم نظريه. فانت بتقعد تهري. وحتى للاسف العلوم النظريه ما اعرفش عندكم الدنيا عامله ازاي في جامعتكم، بس انا في جامعه حلوان اللي هي المفروض من احسن يعني الام الكليات يعني. طبعا طبعا. والدنيا مزريه جدا يعني، الدكاتره اللي امم. بتشرح بضمير قليله. اقول لك حاجه بقى، ممكن يكون مفيش حد يعني قليلين اللي عارفين المعلومه دي. انا سقطت تخطيط احمال في الكليه. انا كنت ساعتها واخد اكسوس، وساعتها كنت بمرن رياضيين تقال جدا. ويعني مفيش اي اهانه لاي حد، بس الناس اللي نجحت كلها هو محدش فيهم اصلا يعرف حاجه. هو محدش شغال في الاحمال اساسا، فاهم الفكره؟ طبعا فانا طبعا شغال واخد كورس كان ساعتها مش عارف طبعا ب 30000 طبعا. جنيه وهدايس وسقطت. لان انا تقريبا هو زعل ان انا ما كانش بيحبني تقريبا عشان انا شكلي بفهم او حاجه، هقول او لك عشان حاجه، كتبت انا بروجرام في بالانجليزي وما كتبتش بالعربي، مش عارف صراحه. تقريبا اه بالظبط كده. هقول لك حاجه، انا في مره، يعني في مره اتسجل رساله ماجستير وجيت سالني، يعني جه الباحث ده جه سالني فيها عامل يعني تاثير التدريب المتقاطع على مم. حاجه في كره، ايه التدريب المتقاطع ده؟ اللي هو الكروس تريننج، ده ترجمته. ماشي ماشي. تمام. تمام. احنا بنترجم الرساله بالانجليزي، اه. effect of CrossFit. فانت يا اما هتشتغل كروس تريننج يا اما هتشتغل كروس فيت، اختار حاجه من الاثنين، لان كده العربي غير الانجليزي. الرساله جواها ايه بقى؟ اختار حاجه من الاثنين. فهم اتفقوا على الكروس فيت، فجه قال لي انا اخترت الكروس فيت عشان كذا 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 كذا. فانا اعترضت، فنفس اللي انا كنت بقوله في الاول بقى، فراح قالوا للمشرف، فالمشرف دي جه كلمني بيقول لي انت دلوقتي معترض ليه؟ احنا هناخد المحتوى بتاع الكروس فيت نطبقه على كره السله مثلا او كره الطايره او ايا كان. فقلت له ماشي انا معاك. المحتوى ايه بقى؟ هتاخد زي ما كروسفيت بيقول بقى، الكتاب بيقول ويت ليفتنج وجيمناستيك ومونو ستراكشر. مم. صرصار الليل دخل. تمام. ايوه. هتاخد انهي محتوى؟ معلش لعيب فولي ايه اللي انت محتاجه يعمل ماسل ابس وتوست بار؟ اقنعني. لعيب فولي ايوه. ايه اللي انت محتاج تقعده على الرو 5 كيلو و10 كيلو ان هو يعمل 30 كلين اند جيرك؟ فقلت له، فبيقول لي هناخد المحتوى. قلت له ما هتاخد ايه محتوى؟ قال لي هاخد المضمون. طب مضمون ايه؟ طب بعد اذنك عشان عندي مجلس قسم. مع السلامه. مشى. مم. فانت ماشي قمه انت. عدم الكفاءه. بالظبط، انت عايز ايه؟ عايز تقدم ايه؟ انا اقول لك حاجه، انا الحمد لله حاليا انا مشرف على رساله ماجستير ورساله دكتوراه. كل رسائل الماجستير صار والدكتوراه الله. اكيد عدوا عليك ان لازم البرنامج التدريبي تشوف فيه مرحله الاعداد العام ومرحله الاعداد الخاص ومرحله اه، المنافسات. هي فبفرض كلام موحد بيتنتع في كل الكلام بالظبط في اي نفس حاجه. نفس هم كام الديزاين، كلمه كده. نفس الديزاين مشي في ايوه. كل رسائل الدكتوراه والماجستير. طب احنا ليه ما نغيرش الاستراكشر ده؟ افرض ان انا الوقت انا اصلا في فيز البرنامج بتاعي مرحله قبل المنافسات، ليه اعمل اعداد عام وخاص؟ ما هو البروجرام ديزاين مش معمول يعني اسطمبه كده لازم اطبقها. فلازم ناخد الفيز دي. في اوبكس مثلا عملوا تصنيفه تانية اللي هي الاكيوميليشن والانتنسيفيكيشن والبري كومبيتيشن والكومبيتيشن، وعملوا تابرنج ودي لود. طب ليه ما ندخلش ده؟ ليه ما نديش يعني نعمل حاجه جديده وفي نفس الوقت مش من اختراعنا، ده العلم اللي بيقول كده. تمام. فليه ما ندخلش بين المراحل دي لود؟ فجه في هي في مره. مشكله تانية برضو صراحه، يعني اسف. في مشكله تانية، هو احنا عندنا الكليه مجموعها قليل، خلينا نكون صراحه. بالظبط فاغلب اللي بيخش الكليه ما بيعرفش يكتب عربي اصلا. فانك تقول له تعالى نتكلم انجليزي بقى وناخد العلم بالانجليزي ومصطلحات العيال. انا في ناس اول ما بتسمع كلمه انجليزي، انا دايما ببقى حريص جدا جدا ان انا اقول كلمه انجليزي وراها العربي بتاعها. ما بحبش بالظبط اتكلم اه انجليزي، ما بحبش عشان ما ولا اطرح. يفتحش بقه. يعني الناس بتفتح بقها برضو. في ناس اول ما بتسمع كلمه انجليزي، عارف الشاشه بتاعت التلفزيون خلاص بقى هو شايف كله ابيض. في ايه يا عم ايوه الحاج؟ هو انا شتمت يعني؟ انا بقول الكلمه عشان هو في ناس للاسف مزنوقه في حته ما. يعني لو انا هدي نصيحه لحد في تربيه رياضيه، باشا ما تستناش حد يعلمك. الناس بتروح اه لنا ليه؟ انا وانت اه. عشان احنا عرفنا ننقل. احنا ما اخترعناش حاجه، احنا لسه ما لا وصلناش لمرحله ان احنا نبقى اخترعنا طرق لا لا تدريبيه لا والكلام ده. لا لا. احنا عرفنا علم درسناه وبننقله.
انا احسن منك في ايه؟ انا مش احسن منك في حاجه. انت لو عايز تبقى زيي بالظبط. واحسن مني، الفرق الوحيد ان انا عارف اجيب العلم، ان انا عارف اروح اذاكر، عارف اقرا كتاب لوحدي، عارف لما يجي لي فيديو اتفرج عليه. البودكاست اللي انا عامله ده بالعربي، وجايب مدربين زيك ما شاء الله عرب ومصريين ربنا عشان يخليك، نعرف شكرا. نتكلم الكلام يبقى مفهوم لناس تانية. بس انا بتفرج على بودكاست كتير اجانب، وهو ده اللي خلاني اعرف اعمل بودكاست، هو ده اللي خلاني اعرف اتكلم في الحاجات دي. ف انك تعرف تتكلم انجليزي ده مش بس عشان هقول لك انت، مش حاجه، عشان احنا عشان انت مستعمرين عشان والكلام انت الهري ده. عشان انت عملت. بالظبط. بالظبط، عشان انت عملت سيرش كتير. وعلى الاقل يعني انا برضو انا من الناس اللي متابعاك. انت لما بتقول كلمه انجليزي بتبقى قاصد تقول لهم العربي بتاعها عشان تنور، عشان لما تيجي تسمع فيديو ده حقيقي فعلا. على الاقل لما تسمع كلمه فليكشن فانت عارف يعني ايه. يبقى معاك مصطلح، بالظبط، يبقى يعني معاك مش مصطلح. شرط تكون فاهم المحتوى كله بالانجليزي، بس انت مم. لما فهمت فليكشن مع الحركه اللي هو بيعملها فانت عرفت هو بيعمل ايه. لما فهمت مثلا يقول لك كوادريسبس فانت عرفت هو قصده هو بيتكلم في ايه، لكن ما انا تبقاش جالي قاعد. تروما من كلمه فليكشن دي، انا جالي اقسم بالله مشكله يعني. كان في فيديو اللي اتشهر ده، كان في فيديو عندي جاب مليون فيو تقريبا على تيك توك، ومش عارف 200 وشويه الف على انستجرام. نو اوفنس يعني، بس يعني يعني كتير قوي خلايجه وشويه مصريين كفروني. هو مش دخل قال لي بص انت بتتكلم انجليزي، مع ان انا كاتبها، انا قايلها بعدها يعني ايه فليكشن يعني ايه اكستنشن، وكاتبها في الكومنت وكاتبها في الشرح بتاع الفيديو. انا تبقى على اتهنت. ظهرك ناقص. الناس دخلت، اقسم فليكشن يا جماعه. بالله الناس. في واحد قال لي اللغه العربيه راحت في سجون اللا راجعه، وكاتب اللا راجعه غلط. يا فاللي هو في ساتر. ناس داخله. الناس دخلت هزيتني عشان انا بتكلم انجليزي لمدربين. فيعني دي حاجه من الحاجات الحزينه يعني عندنا، هنخرج منها يعني هقول باذن لك الله حاجه يعني، برضه، واحده هقول واحده لك ليه. الناس تفهم يعني. هقول لك ليه. دي انا شفتها انا شخصيا. انت بتاخد انجليزي في الكليه 4 سنين صح كده؟ احنا بناخد انجليزي في الكليه 4 سنين؟ امم ايه ده احنا انتوا عندنا. بقى؟ احنا عندنا ايه الانجليزي ده؟ ده لا في احنا خدناه الكليه. ترم حزين. لا انا اقول لك انا وكانت بقى. ماده نجاح وسقوط اصلا، ما فيهاش لا نجاح احنا يعني، ما احنا فيهاش ماده اساسيه درجات. عندنا، احنا ماده اساسيه عندنا طب انتوا اربع جامدين سنين والله ما شاء الله. حلو الكلام. انت بتاخد باراجراف تترجمه، واما هتروح تسمعه في الامتحان. هتاخد باراجراف نايس، ما شاء الله ما شاء الله. هتاخد باراجراف عن التدريب، وتجيب امم. لي باراجراف عن التخصص بتاعك عشان يبقى انت خدت التخصص بتاعك. فانا زي الشاطر هروح اكتب كاراتيه بالانجليزي وهجيب باراجراف. او هكتب مثلا ان رياضه الكاراتيه رياضه نزاليه فيها كاتا وكوميتيه، واخش على جوجل اترجمها، ودخلت سمعتها في الامتحان ومشيت. والباراجراف بتاع التدريب هخش على جوجل اترجمه، اه. واخش اترجمه في الامتحان ومشيت. واسمك اخدت I like to تدريب. drink water. بالظبط My اخدت name is احمد. فتنس كوتش. ايوه. ايوه جامد. فاهم. عالمي. بالظبط. فخلاص اللي هو انت ترجمت الكلمتين ومشيت 4 سنين بتاخد انجليزي وبتجيب امتياز. ايه بقى؟ مش عارف اسماء العضلات، مش انت عارف عارف دي مشكلتي حتى مع يا اخي الكليه. اسماء العضلات. اسماء العضلات لاتيني بناخدها بقى. بالعربي بالعربي ايوه. في ايوه. التشريح يعني. غلط. ما بيدركوش الايكويفالنت بتاعها والمعادل بتاعها هقول لك لو عايز تجيب امتياز هتكتب اسم الكلمه اه. بالانجليزي. انت بقى واو. سعي منك ان انا كنت بذاكر اميزنج. كنت اذاكر اعرف بقى الكلمه دي اسمها ايه. دي الكوادريسبس فاكتب كوادريسبس. مفصل الكتف شولدر جوينت. عشان اجيب امتياز ابقى انا ورقتي مميزه. انا كنت بعمل كده اه. شخصيا، انا شخصيا كنت بعمل كده. اه. فاهمني. اه. فمش كل الناس هتبقى بنفس العضله المايند سيت الظهريه دي. شبه منحرفه، ايوه. والعضله التوأميه، والعضله الضمه الفخذيه طب استنى، هي تي اف ال اسمها ايه؟ التي اف ال ايه التنسل تفهم؟ فاشيا اسمها ايه؟ مش عارف. ما خدناهاش اصلا، هم كانوا العضلات ما الاساسيه بس فيش، ما تقريبا اعرفش صح؟ اسمها بالعربي بصراحه. اه. اه. نايس. فاهم. فاللي هو انت عشان تجتهد وعشان تنجح لازم تكتب كلمه انجليزي في الورقه. فاللي هيكتب كلمه انجليزي في الورقه ده هتبقى ورقته مميزه فهياخد درجه. وطبعا الامتحانات دلوقتي بقت كلها ام سي كيو، فما عادش فيه اجتهاد يعني. ما هو انتش هتسعى ان انت مم. تدور على المعلومه الانجليزي. مم. فبكلمك في اسماء عضلات، فمش هتيجي بقى في البروجرام هي اصلا مش ديزاين. انجليزي يا جماعه، اسامي العضلات ده لاتيني يا جماعه، يعني ايه ايا اصلا يعني كان. مش. ايوه يعني اللي هو يا جماعه يعني بالظبط، بس بالراحه هو يعني. حتى اه. حتى يعني البيزكس الاساسيات مش موجوده. مم. يعني انت لما بتاخد مكونات حمل التدريب الشده والحجم والراحه ما بيقولوش انتنستي، ما بيقولوش ريست، ما بيقولوش ديوريشن، ما بيقولوش الفريكوانسي. فوليوم اوكي. ما تقولوا يا جماعه الحاجات دي اديله التطبيقي عشان يعرف لما يدور. يسمعه ما يحسش ان هو عايم في بحر الغدر.
ايوه، ما يحسش ان هو تايه فاهم في بحر انا الظلمات عايز اللي هو. اسالك السؤال ده، هو في انت جوه الكليه في مصادر كافيه انك تعرف تدور على الحاجات دي بالعربي؟ بكلمك بامانه يعني، بجد لا تعرف تدور على المصادر لا دي لا عربي لا. اصلا؟ لا 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 لا, اصلا لا. انا لما بطلب ضعيفه ها؟ من طلبه ابحاث، ببعت له يعني بقول له على الواتساب اهو، خد البحث اهو، هات منه، خد الفقره دي هاتها لي، خد يعني حتى في الماجستير، في بحث ماجستير، انا مصر ان الطالب اللي معايا ده يتعلم، فببعت له الباراجرافات واقول له ترجمها وهاتها لي. ليه؟ عشان يطلع معاه حاجه اكيوريت شويه، حاجه حديثه شويه. تمام. البحث الدكتوراه بتاعي هو عشان فانكشنال ومالوش مراجع عربي، ما انت هتجيب مراجع منين عربي انف تعمل بيها رساله دكتوراه عشان تعمل بحث دكتوراه؟ هتجيب انا كنت منين؟ فاكر ان في. لا لا، مفيش، ومش بقوة الموضوع، ما انت برضو محتاج مصادر، مراجع كتير يعني بحث مم. يعني. بحث الدكتوراه ده كل فقرة لازم ليها مرجع، كل كلمة مكتوبة لازم يبقى لها ريفرنس، فانت هتجيب منين؟ مش هتخترع، فمضطر ان انت تجيب من مراجع اجنبي. الولد اللي مسجل في الكروسفيت ده هيجيب منين؟ انا في ناس مفيش كتاب كلمتني عامه كروسفيت عربي. كتير بيعملوا ماجستير. هو الناس فاكره ان انا عشان بدرس بقى اعمل ماجستير، لا ما عملتش ماجستير صراحه. فالناس بتسالني اللي هو مم. كوتش، بيسالوني اسئله. والله انا مع احترامي للجميع، بس هو انت ازاي واخد بكالوريوس؟ انت ازاي اصلا خريج كليه وبتعمل ماجستير؟ انت الاساس يعني الحاجات اللي احنا بنقعد ندفعها ال4 سنين مش معاك. يعني الحاجات البدائيه جدا اللي هي اصلا انت بعد ما تخلصها انت لسه ما تنفعش تشتغل مدرب، مش معاك. اه فيعني فدي للاسف مشكله ان احنا بننجح اي حد. انت بتقول ال4 سنين بيجيب امتياز. انا يعني لو اه. انا كان ربنا قدرني وبقى ليا دور في تربيه رياضيه، انا مش عشان انا غلس ومش عشان انا اي حاجه، بس يا جماعه بالله عليكم نبطل كفته. انت تستحق بص تنجح انا اقول لك تنجح، حاجة، ما انا اتخرجت تستحقش من تنجح مش الكلية. تنجح. بالظبط. انا اقول لك حاجه، والله العظيم والله العظيم انا اتخرجت من الكليه اول دفعه 4 سنين وبطل جمهوريه واتضميت اللهم لمنتخب مصر بارك. وانا في تانية كليه. والله العظيم انا اتخرجت من الكليه دخلت اشتغل جيم. انا في مدرب يعني، 2 مدربين، كابتن محمد اللبان وكابتن ثاقب، الاتنين دول واحد علمني الفرق بين البار والدمبل حرفيا، وواحد علمني ازاي اشغل الاجهزه والمشيات. اول دفعه 4 سنين اللي هو انا ستاف، انا عضو هيئه تدريس ولاعب منتخب مم. مصر. فاهمني؟ انا الطالب اللي بيقول لي في طالب مثلا جه بيقول لي يا دكتور اللي انت بتقوله ده فين في الكليه؟ يعني احنا خدناه فين؟ هو في سنه رابعه. مم. فقلت له على فكره اللي انت خدتها دي اخدتها في الماده دي، واللي انت خدتها دي في الماده دي، واللي انت خدتها دي في الماده دي. قال لي اه بس احنا ما خدناش كده. فهي الفكره انت بتدي ازاي، انت بتقول اه. ازاي. اللي مخلي يعني اللي مخليك ومخلي مثلا الناس المميزه شاطره في الحته دي ان هو بيوضح له براكتيكال، ان هو بيقول له دي في الرياضه عامله كده ودي في الرياضه عامله كده. حتى طريقه الاداء نفسها مختلفه. انا بخش اسمع يا جماعه طرق التدريب كذا واساليبها كذا، واعملوا لي بحث عن اساليب التدريب. طب وبعدين انا هقول لك حاجه برضو من ضمن الحاجات اللي انا بشوفها في الكليه، اي حد في التخصص لازم يتطلب منه بحث اساليب التدريب الحديثه. مم. اي حد كده، وده صح يعني، ده صح ان انت تبقى مطلع. فتقول له اجيب منين؟ يقول لك روح هات من المكتبه. هي المكتبه فيها ايه؟ يعني المكتبه زي ما بقول لك بتقال لنا فيها، كده فعلا. بالظبط فيها كتب روسي، كنتش خلاص بطلع ماتت. صراحه فانا ما اعرفش هتروح جواها ايه. فاهم؟ والشاطر قوي يعني الدكتور هيقول له روح افتح رسائل الماجستير والدكتوراه وهات منها اساليب تدريب كذا، هتلاقي تاثير. يعني انا بقول لهم كده، اي كلمه تاثير وبعدها كلمتين تاثير تدريبات كذا هاتها لي، ونقعد نتناقش مم. فيها ونتعلمها ونشوف طريقتها ايه، واللي انا مش عارفه نتناقش فيه ونتكلم فيه. لكن تقول له تسيبه عايم كده ما تشرحلوش، طب ما هو ممكن يجيب لك الاساليب دي بس مش عارف يطبقها. يعني هو يعني في ولد يجي يقول لي انا عملت بحث عن التدريب الدائري اللي هو السيركت تريننج، انا عملت مم. بحث عن التدريبات الوظيفيه، بس انا مش عارف يعني اللي انت بتقوله ده غير اللي انا كاتبه. هو بس انت ما تشرحلكش. ده حقيقي. فطبيعي ان اللي طالع لك مش عارف يشتغل، يا اما هيجتهد ده ولو حقيقي اجتهد فعلا. هيجتهد غلط. هيجتهد غلط فالتطبيق غلط، هيفتكس بقى. فاحنا اللي بنتعب بقى اه. احنا اللي بنتعب. يعني يا جماعه بالله عليكم، نصيحه من يمكن اخ كبير لو انتوا حد ناس في الكليه، اخواتكم الكبار يعني، ما تستناش. الكليه بتاعتنا سهله عامه يعني، الا لو انت ناوي تبقى الاول على الدفعه. واعتقد انت كنت بتلعب رياضه وانت في الكليه، فاعتقد عندك وقت. يعني عندك وقت ايا كان انت بتعمل ايه. ما تستناش ال4 سنين وبعد كده تروح تاخد كورسات.
انا واخد كورس من سنه اولى الترم الاول بفضل الله. ايه ده اللي خلاني عرفت اخرج اعمل زوم اوت كده، ايه ده هو اللي بيتقال جوه الكليه ده ولا حاجه بالنسبه لبره. عرفت ايه يعني، عرفت احنا فين في بص الدنيا، هقول لك كأن في حاجه حد شال والله، قانون هو على عينيك هو كده هو يعني. بالظبط. وانا اقول لك حاجه، هو احنا والله مش بنعيب في الكليه لسبب. يعني على الجنب التاني انت بتقعد 4 سنين بتاخد معلومات، فانت لازم وبتدرس لازم الرياضات برضو، دي حاجه مهمه. وبتدرس رياضات. ودي اه، هتميزك كسترينث اند كونديشن كوتش، ان انت انك اولا تبقى عارف درست الرياضه عارف ولعبتها. بالظبط، عارف قانون، وعارف موفمنت، وعارف حركات، وعارف القانون على الاقل القانون. ودي حاجه كويسه برضو ان انت بتاخد تعديلات القانون، فانت عارف كل الرياضه رايحه فين. فدي هتساعدك ان انت تشتغل صح. تمام. ان انت ده حقيقي. هتتخصص، فانت هتاخد اللي انت عايزه في التخصص بتاعك. هتاخد بقى تشريح وفسيولوجي وعلم حركه، حتى لو مش هتاخدها بالشكل البروفيشنال، بس على الاقل معاك البيزكس اللي تحركك. مم. الفكره كلها هنا ان انت تعرف تطبق. يا جماعه، يعني اللي بيجي لي يقول لي يا دكتور، انا باخد بس انا عايز اشتغل، اعمل ايه؟ من ناحيه الكورسات ومن ناحيه الشغل. اول حاجه طبق على نفسك. اللي انت بتاخده ده طبقه على نفسك. اخدت مكونات يعني تقنين احمال السرعه، روح مرن نفسك سرعه. اخدت تقنين القوه، روح اعمله في الجيم. اخدت التحمل والكارديو ريسبيراتوري والتحمل العام، انزل اجري وشوف نفسك. قول لنفسك انا كده بجري بنسبه 60%، انا كده بجري باقصى سرعه، انا كده شايل ال 70%. انزل قيس لنفسك، طبق على نفسك. الحاجه الثانيه، لما تيجي تاخد كورسز، يا جماعه بيبقى جاي لي طالب بيقول لي اخد كورس اي اس اس اي ولا اخد نسم، ايا كان المسميات. بس اللي هي الفكره، طب ليه؟ ما الكورسات دي معلش الليفل ده عالي قوي، واللي بياخد الكورسز دي عشان يا اما يشتغل في مكان معين، يا اما هو خلاص وصل لليفل. ده المفروض ان هو وصل لليفل عايز ياخد بقى معلومه كبيره بامتحان كبير يقيم نفسه. طب ما تبدا بالكورسز السهله، مش السهله، اللي بتقدم محتوى انت تعرف تبلعه، تعرف تستقبله، وفي نفس الوقت في ناس شاطره تعرف تديهولك. معلش في الاي اس اس اي وفي ناسم في الكورسز الكبيره دي، اللي هيديلك المحاضره تقيل، فمش هيديلك المعلومه كامله. مش ما تقنعنيش ان الكتاب بتاع اي اس اس ال الكبير ده أنا لحد دلوقتي بذاكره من 2010، لحد دلوقتي بفتح واقرا فيه، مش هتاخده لا في هو ضخم شهرين. طبعا. اه. بالظبط. ولا الكتاب بتاع ناس ما هتاخده في شهرين. لكن روح مم. للكورس يعني يقول لي انا عايز اخد حاجه انترناشونال، هتاخد حاجه انترناشونال وانت مش عارف يعني ايه فليكشن واكستنشن، مش عارف يعني ايه يعني اثناء العضلات. هتفتح الكتاب هتتعب. تعمل فيه ايه؟ اه. هتفتح الكتاب تعمل بايه بالظبط؟ يعني هتعمل بايه؟ لا، روح لكورسز فيها حد شاطر. يعني انتوا ما شاء الله عاملين في السي دي سي، عاملين الكونتنت بتاعكم قوي جدا، في نفس الله الوقت يبارك لك. براكتيكال اكتر. يعني انتوا نسبه 60% براكتيكال اكتر من النظري. وخصوصا انت، انا بتابع محاضراتك، بتبقى عايز يعني بتشرح البراكتيكال وبعد كده تقول له اللي انت عملته ده نظريا اهو، يعني على الورق اهو. فدي حاجه مميزه. روح للحاجات دي، ما الله تروحش يكرمك. للكورسز الكبيره اللي تطلع منها بشهاده. روح لكورسز، روح سي دي سي، روح ذا فيتنس كوميونتي مع كابتن حجاج واحمد المينا. بصراحه انا اتعلمت منهم كتير جدا جدا فوق ما تتخيل، ولحد دلوقتي بسالهم. فاللي هو روح مش لازم تروح لاكبر حاجه، وخصوصا ان انت لسه في الكليه ومعاك 4 سنين. ابدا ستيب باي ستيب، ابني لنفسك بيز، ابني لنفسك قاعده. الناس دي بتقدم محتوى عربي وقوي جدا وشاطر. مش لازم تبدا باقوى حاجه، وما تهدرش فلوسك في كورسز مش هتستخدمها دلوقتي. دي دي اهم نصيحه يعني. الله ينور. انا بضيف عليهم صراحه فاكتس، انا برشح للناس فاكتس وبرشح للناس كيو بي تي اوريجين. دي برضو من الحاجات اللي انا برشحها لان هي بتخدم الفئه اللي هي ايه. بص، هو الناس اللي عندها فكره، هي كلها بتديك فكره عن اه المجال. فهي يعني ايه، فهي دي الناس اللي عندها، هي بتخدم الفئه دي. انت عندك فكره الدنيا ماشيه ازاي، فانت بتخش جوه، هو بقى بيدي لك ايه. برضو مش بيخرجك علامه، مفيش كورس واحد هيخليك علامه خالص. هو بس امم بيخليك ايه، بيزقك جوه شويه يعني. لا انت مش اه فكره، لا انت عندك كذا فكره، انت فهمت الدنيا somehow ماشيه ازاي، فهمت امم المفروض الحمل والشده والكثافه والحاجات دي على ارض الواقع بقى اسمها ايه وبتتعمل ازاي، اه وازاي تعمل بروجرام من الاخر يعني. على الاقل تعرف تكتب بروجرام بالظبط تمرن نفسك بالظبط. بيه. الله ينور ايوه يا ايوه. باشا والله. هو ده يعني الكلام مهم. ربنا يفيد بينا الناس، وربنا يجازيك خير والله على اللي انت بتعمله. لان يعني الناس ربنا اللي في يخليك، شكرا. الكليه احنا محتاجين ناس كتير زيك والله، عشان مجالنا ربنا يعرف يخليك، يقوم شكرا. والكليه تعرف تقوم. والله مش مجامله يعني، ربنا يعلم. لان هي انا ليا ناس في دفعتي برضو معيدين، ربنا يعينهم ويقدرهم. ناس جميله يعني، ناس فعلا عايزه تخدم. فدي حاجه، دي اهم حاجه يعني. ربنا يعينكم يا رب على التاسك اللي معاكم ده. يا رب ان كابتن شاء الله. يحيى،
نورتني. قول للناس بس انت عندك كورس تقريبا قريب صح؟ اه ان مش عارف شاء الله الحلقه دي يوم هتنزل 12 امتى، او لو 5. عندك فورم يعني الناس عايز الناس تروح لك فين يعني. انا على الانستجرام وعلى الفيسبوك، على الانستجرام اكتر طبعا. وفي يعني اغلب الوقت يعني تقريبا كل شهرين، كل 8 اسابيع بعمل ورك شوب. بتبقى حاجه بسيطه، بيبقى الكونتنت عربي برضو عشان الناس تحاول تعرف تقرا، وخصوصا الناس اللي لسه بتبدا في المجال. لان لسه في ناس برضو بتتخض من الورق الانجليش دي. فبحاول على قد ما اقدر ان احنا نقدم كونتنت بسيط وسهل، بيبقى براكتيكال برضو. اقرب حاجه هنعملها دلوقتي الكورس بتاع السبورت كونديشننج. هنتكلم فيه عن يعني المبادئ، ازاي تبدا في الفيلد بتاع ان انت تتعامل مع اثليتس، مش ان انت تتعامل كفلور كوتش، او ان انت تتمرن كمجرد ان انت فيتنس كوتش بس، لا. ازاي تبتدي تصنف كل رياضه لوحدها، وازاي تبتدي تشتغل على الفيتنس اليمنتس الخاصه بكل رياضه، بتقنينها بقى وتقنين الاحمال بتاعتها ان شاء الله. والبروجرام ديزاين، يعني البرنسبلز بتاعت البروجرام ديزاين. دي هتبدا ان شاء الله يوم 12 5، والحجز مفتوح دلوقتي يعني لو حد حابب ان هو يحجز يعني. والبوست موجود على الانستجرام. الله المستعان. انا مش عارف الحلقه هتنزل امتى صراحه، يعني مش عارف هتبقى يعني ممكن تنزل يوم 12 بس هنحاول لا كده لا، نشوف بسيطه هتنزل امتى. والله، بس كفايه ذوقك كده والله، كده وكفايه ان انت كورسات. بتساعدني يعني، ده كتر خيرك. الله يكرمك حبيبي. فيعني كده كده كابتن يحيى هيسيب لكم الاكونت بتاعه في الديسكربشن. ونورتنا يا كابتن يحيى والله. اشوفك دايما ربنا كده يخليك، على ده خير ان شرف شاء ليا الله بجد ومتميز. يا رب ان على راسي شاء يا الله، باشا والله. ان ومبروك لموضوع مشروعك، وان شاء الله يبقى احسن واقوى وشكرا ليك بجد، شاء شكرا الله جدا. حبيبي. ربنا الله يخليك. يكرمك حبيبي، كنت سوا طيب. وانت يلا طيب. حبيبي، باي باي. اشوفك على خير. سلام عليكم.